السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا وطلاب ثالثة ثانوي دفعة 2026 نحبكم في الله. حبايبي في كل مكان، ربنا يسعدكم ويسعد ايامكم. احنا جايين بنكمل سلسلة سباق الوحدة في ساعة واحدة. تمام؟ انا بنزل لكم ساعة واحدة واطلع في الاخر بخم تطلع اكتر من ساعة. ما علينا. تمام؟ اللي عايز قلت لك ده اوفر، تيك ات اور ليف ات. النهارده بنراجع مع بعض الوحدة كام؟ الوحدة السبعة يا وحوش. الناس الجامدة هي اللي بتبقى عارفة قيمة اللي موجود ده وبتركز معانا. الاول هسمع الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونبدأ مع بعض على طول في قراءة الفوكابلري الكلمات. وقلت لحضراتكم أول صفحة بتبقى هي الكي فوكابلري الكلمات الرئيسية. كلمة بورد غير برود قلت لك البي ار على طول برو يبقى مع ترافل ابرود يسافر للخارج. أما بورد سبورة أو لوح خشبي. ادي كلمة مين؟ بورد. أما خلاص بورد كفعل ده اسم، كفعل معناها يستقل أو يركب. خلاص بورد ذا شيب، بورد ذا بلين، يركب الطيارة أو يركب الإيه؟ السفينة. بوردنج باس اسمها بطاقة العبور على الطائرة. اسمها بوردنج باس، بطاقة الايه؟ الصعود على الايه؟ الطائرة. بوردنج باس. bustling so crowded يعني مزدحم. bustling. طب carry on يا حبيبي لما نشيل الهايفن معناها go on يعني يستمر. carry on بالهايفن دي عبارة عن نون معناها حقيبة اليد. حقيبة كده بتحطها ايه في كتفك او ايه بتشيلها كده زي الكروس. تمام؟ على تطلع بيها الطيارة اسمها حقيبة ايه؟ يد. carry on. check point نقطة تفتيش. check point نقطة تفتيش. departure الرحيل أو المغادرة. خلاص هيجي عندنا كمان شوية departure lounge صالة المغادرة. تمام؟ departure أهي lounge. تمام؟ صالة المغادرة، الصالة اللي بنقعد فيها عشان نغادر ونركب. في الاررايفل lounge. تمام؟ بعد كده عندي lounge اللي بعدها معناها صالة، والكلمة دي مهمة خالص اسمها luxury معناها الترف والرفاهية، الحياة كلها ترف وبذخ. تمام؟ luxury. بعد كده كلمة navigate يعني ايه navigate؟ يعني يسافر بالأقمار الصناعية أو الملاحة. خلاص يتنقل أو يسافر. طيب الكلمات اللي هنا مهمة خالص مكملة معانا. phrase كاسم معناها عبارة. تمام؟ phrase كفعل معناها يصيغ، يشرح، يعيد الصياغة. phrase زي restate كده، فدي مهمة خالص. ramen دي أكلة. خلاص حساء ياباني. ماشي، شوربة كده ياباني اسمها ramen. restrictions مهمة جدا. restrictions معناها قيود. restrictions. security check point احنا قلنا من شوية check point معناها نقطة تفتيش. security أمنية. security check point. strike up يعني يبدأ. خلاص كلمة ايه؟ strike up يعني ايه؟ يبدأ. خلاص strike up a conversation يعني يبدأ حوار ومحادثة، والماضي من strike struck. terminal معناها صالة الركاب، سواء بقى كانت مغادرة كانت وصول اسمها terminal. تروح ربنا يكرمك المطار يقول لك تيرمينال نمبر 1 تيرمينال نمبر 2 انت صارت المغادره او الرحيل رقم كذا. تمام؟ تيرمينال. كده خلصنا الايه؟ كي فوكابس. تعالى بقى ناخد ايه؟ شويه مصطلحات، والامتحان باذن الله لازم باذن الله يبقى فيه اكسبريشن او ايديوم، في مصطلح. go with the flow يمشي مع التيار، يمشي اموره، يبقى flexible مرن. تمام؟ in hot water be in trouble يعني يبقى فين؟ واقع في مشكله. تمام؟ in hot water. someone's heart sinks لما قلب شخص sinks يغرق معناها يصاب بالإحباط أو يخفق من الحزن. تمام؟ update someone on something يخلي شخص مطلع على حاجة. يطلع شخصا على أمر ما. update someone on. go bananas يتجنن زي كلمة go mad. تمام؟ become extremely excited يبقى إيه؟ مندهش أو غضبان أو يجن جنونه. حلو. آخر حاجة when pigs fly لما الخنازير تطير، دي هو عمرها تطير؟ لا، فدي بقى معناها من رابع المستحيلات. when pigs ايه fly يعني شيء مستحيل جدا. طيب خلصنا الايه؟ الاكسبريشنز. كمل بقى الكلمات التانية الايه؟ كلمات مهمة في التكست بتاع كتاب المدرسة. announce يعني يعلن او يصرح، اعلان رسمي. approach كفعل معناها يقترب من. طب كاسم معناها نهج او طريقة، وهنتسال عليها بالطريقتين دول، نهج او طريقة، وجت في 2022 بمعنى نهج او طريقة. attendant اللي معناها مساعد او عامل. attendant. تمام؟ موظف خدمة طيران او فندق. ماشي. فلايت اتندنت المضيفه الجويه. تمام؟ اتندنت لوحدها معنى عامل في البنزينه وكده اسمه اتندنت. طيب بيسك دي ننطقها ايه؟ اس. بيسك اساسي. بوك يعني يحجز وبيساويها كلمه ريزيرف يعني يحجز. ادي كلمه مين؟ بوك. تشيك ان معناها فحص الورق او الدخول، اجراءات الدخول، تسجيل الدخول في الفندق او في الماء او في الطياره. خلاص اقول لك تشيك ان ديسك اللي هو مكتب فحص الورق عشان تدخل.
تمام. عكسها بقى طبعا check out. claim يدعي او يصرح. claim. companion. companion رفيق او زميل، رفيق الدرب. companion خلاص، مرافق او صاحب. confirmation يعني تأكيد، من كلمة confirm. يقول لك confirmation، تمام، اسمها book أو booking confirmation، تأكيد على الحجز. confirmation تأكيد. بعد كده الكلمة اللي زيناها دي كلمة confusion، يعني حيرة وارتباك. counter، أيوه، يعني إيه counter؟ كفاءة معناها يواجه. طب counter هنا كاسم معناها المكتب نفسه، خلاص، أو الشباك. counter. destination الوجهة اللي احنا رايحينها، الوجهة أو المقصد اللي احنا مسافرين له. destination. destination. document كاسم معناها وثيقة رسمية، وكفعل معناها يوثق. يوثق. embassy سفارة. embassy. error خطأ. expository تفسيري. expository ده نوع من أنواع المقالات اللي عند حضراتكم. الاكسبوزيتوري essay المقال التفسيري اللي هو وظيفته بيتكلم عن facts. يعني facts حقائق. طيب explore بمعنى يستكشف. explore. facilitate يعني يسهل. facilitate يسهل، ويجي منها كلمة facility تسهيلات. طب اهي facilities تسهيلات أو امتيازات أو مرافق. تسهيلات أو تجهيزات أو مرافق. facilities. frustrated محبط، متغاظ. frustrated محبط بيساوي disappointed. grab ينتزع بقوة. ماشي الكلام. بعد كده عندي كلمة جايد بوك، كتاب دليل أو كتيب دليل. ماشي، دليل إرشادي. هاندل يتعامل مع situation أو هاندل a problem، وما بيجيش معها حرف جر يا جميل. هاندل situation على طول يتعامل مع الموقف. head معناها رأس، بس كفاية معناها يتجه إلى. head to أو head toward يعني يتجه إلى. hygiene النظافة الشخصية. hygiene. item معناها شيء أو مصطلح، بس هنا معناها إيه؟ item بمعنى أشياء أكتر، غرض أو شيء. luggage الحقائب والأمتعة، ودي اسم غير معدود. luggage الحقائب والأمتعة اللي أنت بتسافر بيها. mistakenly بالخطأ، يعني by mistake بتساوي كلمة by mistake أو mistakenly. observation ملاحظة. observe يلاحظ، observation ملاحظة. overall مجملا. overall بص حبيبي من الآخر إيه كذا كذا كذا. ماشي، overall مجملا. overwhelming احنا خلاص الكلمة دي جبنا آخرنا منها، معناها مجهد متعب، خلاص، أو معناها رائع. pack معناها يحزم الشنط أو إيه يحشي أو يحضر، تمام، أو يملى الشنط، تمام، يعبئ. perfume بارفان بالإيه بالفرنساوي، هنا بالإنجليش perfume، خلاص. preparation إعداد أو تحضير، الكلمة دي قوية ومهمة جدا. procedure procedure يعني إجراء، ويساويها كلمة measure. الاثنين معناهم إجراءات. measure أو procedures. productively بإنتاجية. productively. promotion ترقية أو ترويج بمعنى دعاية. purchase يشتري. purchase يعني يشتري. quick service يعني خدمة سريعة، معروف بخدمته السريعة. أقول لك quick service restaurant يعني مطعم خدمته سريعة. reassure كلمة مهمة خالص، يعني يطمئن أو يطمئن. reroute يعيد تغيير المسار. reroute. reveal يكشف عن، وانا متعمد ان الكلمات بتتكرر بكررها لك تاني، يعني عدت عليها في الوحده 8 وهو بعد 7 تاني. reveal يعني يكشف عن، وانت المستفيد التكرار بيثبت. rush يندفع. rush يندفع الى، او استعجال كاسم. طيب separately بشكل منفصل. separately. sequencing الكلمه دي مهمه خالص، ترتيب الاحداث. sequencing. sign طبعا بمعنى لافتة أو علامة. ماشي، sign وكفعل معناه يوقع. souvenir هدية تذكارية مش سوفينير. staff بص الإيه ننطقها staff أو staff بالبريتش وستاف بالأمريكان، معناها هيئة الموظفين في مؤسسة. swap لا كلمة مهمة تتنسيش. swap يعني exchange يعني يتبادل، يبدل حاجة بحاجة، تساوي كلمة exchange. تايمينج توقيت، في كلمة اسمها تايمينج بومب يعني قنبلة منقوطة. تايمينج توقيت. تويلتريز اللي هي الايه الادوات النظافة اللي جوه الايه الحمام. تويلتريز مستحضرات او مستلزمات الايه النظافة. تويلتريز كلمة مهمة. ترانسبورتيشن المواصلات، خلاص. فاكيشن اجازة. فاليد يعني ساري بالنسبة للورق، اقول لك ماي ايدنتيتي كارد البطاقة بتاعتي valid until 2030 لغاية 2030، يبقى valid دي معناها ساري المفعول او صالح. variety تنوع.
واخيرا فيديو كول، دي معروفه تمام، مكالمه بالفيديو. نيجي على الكولوكيشنز، المتلازمات اللفظيه، هم دول بس بفضل الله. confirm reservation يعني ياكد الحجز. handle situation مهمه جدا، هم دول مهمين صراحه. يتعامل مع الموقف. make announcement، مش قلت لك اي حاجه معاها شن او meant بتاخد make. وهنا feel overwhelmed يشعر بانه مضغوط ومرهق. announce a delay يعلن عن التاخير، المطار يعلن عن تاخير الطياره، فده اسمه بيان رسمي. board a plane، قلنا board معناها يستقل او يصعد على متن الطائره. ماشي. نيجي في الكولوكيشن تاني برضو. miss a flight يفوت اي وسيله مواصلات، يفوت درس اسمها miss. وكاتش a flight يلحق. تمام، دول سهلين. reroute the luggage، طب reroute معناها يعيد ايه؟ يعيد المسار. طب هنا يعيد توجيه الامتعه، يوجههم في مكان تاني. report a loss يبلغ عن خساره. stay focused مهم، يبقى مركز. perform a role play يعني مارس لعب الادوار، او يلعب ايه؟ يلعب لعب ايه؟ دور الادوار، او بيأدي لعب الادوار، اللي هو كل واحد يبقى له دور، مش يعني حاجه جماعيه، مش حاجه فرديه. في الاكسبريشنز هنا اسمع ولا اعلم لك عليه بس. strike up a conversation يعني يبدا ايه؟ الحوار. bustling with activity، bustling بيجي وراها with، ماشي، يعني مفعم بالحياه والانشطه. strengthen capacity يقوي السعه. اسمع ده مهم خالص. go wrong يعني يتعطل. do wrong يرتكب خطأ. طب go wrong يتعطل. in advance مقدما، تدفع حاجة ديبوزيت مقدم. in person شخصيا. write down ده مهم، write down يعني يدون ملاحظات. be packed with يعني معبأ به. طيب deal with يتعامل مع. take off، اسمع بقى، take off معناها تقلع للطائرة أو يخلع الملابس، أو خلاص ينتزع نجاح بشكل مفاجئ. يعني فريق من الدرجه الثانيه خلاص، او مثلا ربنا يكرم كده مصر في كاس العالم، ما حدش متوقع لها حاجه، تلاقي هي خدت كاس العالم، يقول لك ايه؟ ايجيبت توك اوف ذا وورلد كاب، يعني انتزعت ايه؟ كاس العالم. تمام، ربنا ينفخ صورهم ان شاء الله. throw away يعني ايه throw away؟ يلقي بعيدا، يتخلص منه. come over يعني ايه come over؟ يعني يزور شخص ما توقعهاش، صح؟ come over هنا زي كلمه come round بمعنى visit، يزور. طيب اخر حاجه في الكلمات بسم الله، السينونيمز والانتونيمز والحاجات اللي معموله هايلايتد. bustling اللي معناها مزدحم نسويها lively وبيزي وكراودد. كلمات سهله، lively وبيزي وكراودد، عكسها quiet وempty. وفي كلمه اسمها vacant عشان القطع معناها فارغ، بس احنا عايزين الاثنين دول. board اللي معناها يصعد على متن الطائره enter وجيت on، عكسها leave واexit وجيت off، يعني ايه؟ ينزل من الطياره. restrictions قيود، limitations، او ممكن كلمه اسمها regulations بمعنى قواعد او قوانين. regulations او laws او rules، شوف اضعف الايمان rules. طب عكسها freedom و allowance السماح. strike up يبدا، يبقى begin و start و initiate من initiative مبادره initiate، عكسها end و finish و stop، دي سهله موت. departure الرحيل يبقى leaving و exit، عكسها arrival و return العوده. طيب go with the flow اللي كان معناه من شويه يمشي مع التيار، يمشي اموره، اسمها adapt و adjust يتأقلم، خلاص. وعكسها بقى resist يقاوم و oppose يعارض. حلو. in hot water اللي معناها في مشكله، معناها in trouble و in difficulty في مأزق، عكسها بقى safe و secure آمن. someone's heart sinks شخص يصاب بالإحباط يعني discouraged و disappointed، عكسها بقى delighted و encouraged. تمام. وفي كلمه اسمها satisfied راضي. frustrated اللي معناها محبط، disappointed و annoyed، عكسها مين؟ satisfied و content اللي معناها سعيد وراضي. valid صالح، active و legal شرعي او قانوني، عكسها invalid وممكن expired. luxury حياة الطرف والرفاهية، comfort و elegance، احنا عايزين comfort اكتر حاجة، و richness اخطر كمان. تمام، عكسها poverty و simplicity الفقر او البساطة. ماشي. overwhelming اللي معناها ايه؟ مرهق، سويها overpowering و stressful اكتر حاجة stressful قوية، خلاص. وعكسها ايه؟ slight خفيف و mild معتدل mild. طب disaster كارثة سويها catastrophe وعكسها success او blessing نعمة. شكرا خلصنا. طيب دول عكس بعض، كلمات شبه بعض للمرة الألف. overwhelming صفة آخرها ing معناها مجهد ومتعب. طب overwhelmed بالاي دي وقع عليها الأثر، دي بتسبب الأثر،
دي وقع على الاثر، دي معناها متعب مجهد. دي خطيره جدا. result in بتساوي lead to بمعنى يؤدي الى. result in بتساوي lead to، وطبعا بيجي وراهم يا اما noun يا اما ing. عكسها result from و arise from ينشأ من او ينتج بسبب. دول عكس بعض فدول مهمين خالص. as well as معناها بالاضافه الى وبيجي وراها اسم او ing، لكن as well لوحدها تيجي في اخر الجمله بمعنى ايضا. realize يدرك بالايه؟ بالفهم او بالمشاعر. اما recognize يتعرف على حاجه بالنظر بالرؤيه او بالسمع، انا اتعرفت عليه من صوته او من الرؤيه. خلاص. announce خطيره جدا بقى، يعلن او يصرح رسميا، شخص مسؤول يصرح، او انا اصرح عن مثلا خطوبتي او جوازي، خلاص حاجه بقى خاصه بيا بس بصرح بيها قدام الناس، يبقى اي تصريح رسمي. تمام، يعني ناخد معاه كلمه announce. اما advertise ده بيعمل اعلان عن سلعه، عربيه، شقه، بضاعه وهكذا. advertise اعلان تجاري. do wrong يرتكب خطا، اما go wrong يتعطل. طيب board معناها سبوره او لوح، تمام، او كفعل معناها يركب الطياره. طب broad دي معناها واسع، صفه. broad مش هي travel abroad، فقلنا broad بمعنى واسع. طيب abroad دي بالخارج، aboard على متن السفينه وعلى متن الطائره. تعال ناخد الاسئله ونقول بسم الله توكلنا على الله. يلا بقى خلاص، هم الاسئله هنا كتير شويه بس كل سؤال ليك اجابه غير الثانيه، تخيل. يلا. ادم try to know a conversation، يبدا الحوار، فانا هنجاوب بسرعه بقى، اسمها strike up، لسه قاريينهم ما لحقناش. طب بعد كده كايرو streets are often not with people، الشوارع ايه بالناس؟ مزدحمه، bustling، حاجات سهله. first class hotels، ايوه الفنادق الدرجه الاولى، offer a not experience، بتعرض طبعا luxury، يعني ايه؟ خبره وتجربه شديده الطرف. مستر اشرف explain the useful English نقط، شرح ايه بقى انجليزي مفيد؟ departure ولا phrase ولا board ولا carry on؟ دي شنطه، الاجابه phrase، عباره انجليزيه مفيده. طيب عمر checked the time of the flights نقط، ده عمر بقى كان بيراجع وبيتاكد من ايه للطياره؟ اكيد وقت الرحيل، صح؟ the flights ايه؟ departure. طيب she felt نقط when the train was late again، لما القطر اتاخر تاني حست ان هي ايه بقى؟ frustrated، متغاظه متضايقه. اما stressful دي معناها مجهد يا حبيبي، لما يبقى واقع الاثر على الشخص يبقى stressed، يبقى اخرها اي دي. The hotel provides soap and shampoo as نقط، الفندق بيقدم شامبو وصابون كايه بقى؟ الحاجات دي ايه بقى؟ مستلزمات نظافه، يبقى اسمها toiletries. طيب the officer searched my luggage carefully at the نقط، والله الاوفيسر كان بيفتش الشنطه بتاعتي at the departure lounge ولا boarding ولا guide book ولا security checkpoint؟ انا بتفتش في نقطه الايه؟ النقطه الامنيه او نقطه التفتيش. The teacher asked students to know their ideas clearly، المدرس طلب من طلاب انه ايه افكارهم بوضوح، اكيد يعبروا عن افكارهم. الاجابه ايه بقى؟ strike up يبداوا افكارهم، ولا navigate ينتقلوا يسافروا، ولا board يطلع على الطياره؟ طبعا الاجابه phrase هنا بمعنى يصيغ يعبر عن او يصيغ. There is a weight نقط on bags at the airport، سؤال صغير بس حلو جدا. يوجد ايه للوزن خلاص على الشنط في المطار؟ رامن اللي هي الشوربه اليابانيه، ولا ريستريكشن قيود وقواعد، وتيرمينال صاله الركاب، وهيجين ايه؟ النظافه الشخصيه. فطبعا الاجابه weight restriction، يعني ايه؟ قواعد وقوانين للوزن على الطياره. علي نقط send a message to the wrong person، علي ايه؟ ارسل الرساله للشخص الخطا، اكيد patiently بصبر، ولا mistakenly بالخطا؟ طبعا mistakenly، مش هقول productively بشكل منتج. طب اللي بعده 12 بسم الله. before the flight، ايوه قبل الرحله passengers must نقط at the airport desk، لازم ايه بقى في المكتب بتاع الطيران؟ book ولا check in ولا examine ولا head؟ طبعا الاجابه check in، اللي هو يراجع ورقه للدخول، خلاص اجراءات الدخول اسمها check in. قبل ما ايه ده؟ قبل الرحله لازم في المطار يعمل check in، مش هقول head يتجه، خلاص، ولا book يحجز، الحجز مش لازم في المطار. don't نقط it's a wild dog، اوعى ايه منه؟ ده كلب مفترس، يبقى اوعى تقرب منه. مين معناه يقترب؟ approach. 14 بقى eating healthy food will نقط your body، تناول الاطعام الصحي ايه بقى في جسمك؟ اكيد هينفع جسمك، يفيده benefit، كلنا حافظينها. good نقط is necessary when you want to ask your parents for more money، ايه بقى اللي جيده؟ دي ضروري لما تسال بابا وماما تطلب منهم فلوس، تختار ايه؟ وقتك، يبقى good timing، مش تروح له وهو متضايق
ساعتها يحرمك من الميراث. طيب having no spare time وانت ما عندكش spare time وقت فراغ he will know at home quickly after the meeting. فهو ايه بقى البيت بسرعه بعد الاجتماع عشان ما عندوش وقت فراغ. book يحجز ولا examine يفحص ولا check in اجراءات الدخول ولا head يتجه للمنزل. طبعا head. طب her not opinion of the plan was positive. رأيها الايه خلاص على البلان الخطة ده رأي إيجابي. يبقى here valid ولا overall ولا quick service ولا patient. مش هقول patient اللي معناها صبور رأيها صبور ولا quick service رأيها اللي ليه خدمة سريعة ولا valid اللي معناها ساري المفعول. الإجابة overall رأيها العام الشامل. مريم will not a hotel room for the trip. مريم ايه بقى غرفة في الفندق؟ أكيد تحجز. يبقى الإجابة book a hotel room. 19 next year I hope to travel not for postgraduate studies. اسمع postgraduate studies دي معناها دراسات عليا. يبقى أنا أتمنى أن أنا أسافر إيه بقى؟ على متن الطائرة ولا أسافر بالخارج؟ طبعا الإجابة abroad مش aboard. on vacation في الأجازة we love to know at new places. بنحب إن إحنا إيه أماكن جديدة. أكيد نزور نسافر نستكشف. فأنا عندي كلمة هنا مين؟ explore هي الموجودة يستكشف. reveal دي معناها يكشف عن مش يكتشف. رودينا read عشان دي لو دي مضارع تبقى reads. رودينا read a travel نقط before traveling to Japan. ده رودينا قرت ايه للسفر قبل ما تروح الايه اليابان. خلاص دعاء السفر برضو ان شاء الله بتقراه انا عارف عشان في ناس هتقول لك دعاء السفر تمام. طب غير دعاء السفر قبل ما تسافر اليابان البوردنج باس كارت العبور او بطاقه العبور ولا صارت المغادره ولا نقطه التفتيش ولا كتاب ارشادي او دليل ارشادي. اكيد قبل ما تسافر دوله في تبقى جايد بوك في المطار بتاعها او في المطار اللي عندك خلاص خاص بالدوله في الاماكن السياحيه ازاي تتعامل. فاهمني ولا لا؟ السؤال 22 سلمى used her study time not to finish early. هي استخدمت الوقت بتاعها او استخدمت وقت المذاكره بتاعها ايه عشان تخلص بدري. patiently بصبر ماشي. mistakenly بخطأ لا بعيده. productively بانتاجيه شغاله. abroad بالخارج لا. الاجابه طبعا productively يعني بانتاجيه اكتر من كلمه بصبر. استخدمته بصبر بصبر مش هتخلص بدري. That restaurant المطعم ده is famous for its not meals مشهور بوجباته الايه بقى السريعه quick service. The captain decided to know at the ship due to the storm. الكابتن قرر انه ايه السفينه بسبب العاصفه. يبقى الاجابه ايه؟ الاجابه reroute يعيد تغيير مسار السفينه بسبب العاصفه. اصل مش تبقى provide يوفر وprove يثبت وpurchase يعني يشتري. The school will know at meals for the students during the trip. المدرسة سوف ايه وجبات للطلاب اثناء الرحلة. اكيد مش تثبت وجبات ولا purchase. ممكن تقول لي مستر ما تشتري وجبات هقول لك from كذا من. تمام. الاجابة provide هتوفر وجبات للطلبة مش هتعيد ايه تغيير المسار. 26 بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. The science experiment must follow the correct نقط. التجربة العلمية لازم تتبع الايه الصحيح. الفاسيلتي التسهيل ولا التايمد هنا تايمد بالاي دي معناها مؤقت معمول له ايه او موقوت ماشي. ولا ستريس ولا سيكونسنج. لا طبعا سيكونسنج الترتيب الصحيح ترتيب الاحداث. The store sells these نقط at a low price. والله الستور المحل بيبيع هذه الايه بسعر صغير. هذه المنتجات او هذه الايه البضائع او السلع. ديلي يعني تاخير ورش اندفاع وتشيكس يعني يراجع. الاجابه ايتمز مش كان معناها ايه ايتمز كان معناها اشياء او اغراض. 28 بتقول بسم الله the crew اللي هو طاقم السفينه او الطياره welcomed passengers as they boarded the ship. ماشي. الانتونيم عكس كلمه بورد مش بورد معناها يصعد على عايزين عكسها ينزل فقلنا exit او get off. فالاجابه طبعا exit get off. The bustling market was full of shoppers and the street vendors. vendors معناها باع جائلين بيبيعوا في الشارع. عايزين المرادف لكلمة bustling مزدحم. أكيد الإجابة إيه؟ quiet و inactive ولا lively أو crowded. الإجابة كده the government will not an announcement about a new public health regulation. مع mint هناخد مين يا جميل؟ هناخد مين يا مستر؟ خلصانة. Tickets must be booked نقط to guarantee seats for the concert. المقاعد لازم تحجز ايه عشان نضمن خلاص التذاكر لازم تحجز ايه عشان نضمن مقاعد في الحفلة. يبقى لازم تحجز مقدما in advance مش في الواقع.
ولا على العكس ولا في الخاتمة in advance مقدما. طيب بسم الله good team بلا 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 بلا، عايزين الانتونيم من كلمة go with the flow. طيب go with the flow معناها adapt أو adjust يعني يتأقلم بيمشي نفسه. عكسها إيه بقى؟ عكسها accept يتقبل، و adjust لا عكسها resist يقاوم، face fight refuse، كل ده تمام. The children نقط when they saw the magician perform amazing tricks. لما الأطفال شافوا الحيل بتاعت الإيه الساحر، إيه اللي حصل لهم؟ went bananas جنونهم اتهبلوا، ولا when the flow كانوا ماشيين مع التيار؟ لا. كانوا في مشكلة؟ لا. بيطلعوا شخص على شيء ما؟ لا. الإجابة went bananas، كانوا excited. تمام. Employees often have to know a situation at work that requires quick decision making. الموظفين لازم ايه مع المواقف اللي في العمل اللي تتطلب ايه قرار سريع. لازم spend يقضي موقف، ولا fall، ولا deal لازم معاها deal with، لكن يتعامل مع بدون حرف جر الإجابة handle a situation. طب بسم الله. The ambassador visited the school نقط to meet the students and teachers directly. والله السفير زار المدرسة ايه عشان يقابل الطلاب والمدرسين بشكل مباشر. مباشر يبقى الإجابة in person شخصيا، مش في الخاتمة ولا إضافة ولا في الواقع. During the unexpected changes at work أثناء التغيرات الغير متوقعة في العمل. It's best to know and adapt. من الأفضل إن أنت إيه وتتأقلم، يبقى تمشي مع التيار، تمشي أمورك. يبقى الإجابة go with the flow. حتى وقال لك adapt. اللي بعده بسم الله. Friends often come نقط during weekends to enjoy meals and conversation together. فعايز اقول لك الاصحاب ايه دايما بايه مع بعض في الاجازه بيزوروا بعض. مين معناه يزور؟ come over بمعنى visit. owning a sports car لما تمتلك ان شاء الله عربيه رياضيه is considered a luxury، دي حاجه من انواع الترف. طب المراد في كلمه luxury هنا comfort، وعايز السينونيم. عكسها بقى البساطه والبلينس والبوفرتي اللي هو الحاجات البسيطه. The waiting area before you flight، المكان اللي بتستنى فيه قبل ما تسافر، اسمها صالة الايه بقى؟ الوصول ولا المغادرة؟ المغادرة يا مستر، اسمها departure lounge. You promise to finish all homework before dinner. That will happen نقط. تمام؟ انت بتوعدني ان انت هتخلص الواجب قبل العشاء؟ لا. That will happen ده هيحصل ايه؟ في المشمش، في الاحلام. When pigs fly ده من رابع المستحيلات. اصل مش هقول لك ده هيحصل في مشكلة، ولا لما حد يحبط، ولا تسير وتمشي نفسك مع التيار. وكمان انا اعمل لك علامه تعجب تعبر عن feelings المشاعر. فهنا في ايه بقى؟ مشاعر ان انا غضب، بستنكر كده. Passengers request the airline to know the luggage to their final destination. الركاب ريكويست بيطلبوا من الايرلاين، خلاص الخطوط الجويه، ان هي ايه the luggage to their final destination، هم ايه الحقائب لوجهتهم الاخيره. ايوه، يبقى يوجهوا الامتعه بتاعتهم، اسمها ري روت. لان ري روت معناها يعيد ايه تغيير المسار مع السفينه من شويه بسبب العاصفه، وهنا يعيد ايه او يوجه الامتعه والحقائب بتاعتهم. طيب بسم الله. the plane will take نقط in a few minutes. الطياره سوف تقلع take off. قاعد فين اهي 43 نقط means to feel disappointed محبط، مش هكمل. طبعا الإجابة someone's heart sinks. ماشي الكلام. 44 بتقول لي the hard task was overwhelming. يا ترى ايه عكس overwhelming؟ overwhelming لازم تعرف لي معناها في الجملة كويس، عشان ليها معنيين عكس بعض، معناها رائع ومعناها مجهد. فهنا التاسك كانت مجهدة، عكسها بقى حاجة مريحة. تمام. extreme معناها شديد، و overpowering معناها ايه؟ معناها مجهد، بتساوي كلمة ايه overwhelming. وintense شديد او كثيف. الإجابة manageable. يعني ايه manageable؟ يعني يمكن تدبيرها بسهولة. هو ما جابش كلمة من اللي احنا قريناها فاستبعدنا. صليتوا على النبي كده صلى الله عليه وسلم. Tourists enjoyed the bustling streets filled with a music. المرادف لكلمة bustling مزدحم crowded. طب ما فيش crowded يا مستر. vacant يعني فاضي، وquite هادئ، وinactive غير فعال. vibrant عندنا في الوحدة الثانية بمعنى حيوي زي lively وcrowded. 46 بتقول لك passengers gathered inside the airport نقط before checking their luggage. هم اتجمعوا في ايه للمطار قبل ما يفتشوا الشنط، وقبل ما يعملوا تشيك ان، وقبل اي حاجه. فهي اسمها صاله الركاب، يبقى اسمها تيرمينال، صاله الركاب في المطار. ايه في المطار. 47 بتقول الاول بسم الله ونصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Passengers were asked to know at the plane 20 minutes before departure time. الركاب انطلب منهم ان هم ايه الطياره 20 دقيقه قبل المغادره.
انهم يصعدوا على متن الطياره. فمين معناه يصعد؟ برود؟ لا، اسمها بورد. بورد من لوح السفينه. لوح السفينه يبقى الخشبه يبقى الطياره. Every traveler must present a valid boarding note before entering the aircraft اللي هي الطياره، اسمها boarding pass، احنا حافظينها، بطاقه العبور. The government placed strict نقط، وضعت ايه بقى صارمه on international travel during the pandemic. مكرر لك الكلمه ديت تاني. هنا وضعت ايه صارمه؟ طبعا restrictions، قواعد وقوانين وقيود صارمه. Travelers waited calmly inside the نقط before their flight announcement began. والله travelers المسافرين waited calmly، انتظروا بهدوء inside the نقط، جوه الايه، قبل ما الاعلان عن الرحله يبدا. يبقى هما مستنيين ايه؟ اعلان الرحله يطلع. انا جايبها لك بصيغه ثانيه، في كام كلمه كررتها لك مرتين. مستنيين فين بقى؟ في صاله الرحيل يا فندم، departure lounge. تمام؟ ايه دليلك قبل ما تسمعوا الاعلان عن مغادره الايه؟ الرحله. ماشي. طيب بسم الله. 51 modern GPS systems. الجي بي اس ده بنستخدمه او بنستخدمه للدرايفرز عشان ايه بقى؟ عشان يوجهه، صح؟ طب او عشان يعرف يسافر بيه. يبقى الاجابه ايه؟ drivers destroy, confuse, misguide. لا، الاجابه navigate، انه يسافر ويتنقل في الايه؟ الطرق اللي غير معروفه. Passengers must carry the identification نقط while traveling internationally. اثناء ما تسافر دوليا فالركاب لازم يبقى معاه ايه؟ لايدنتيفيكيشن، للتعارف. تشيك بوينت ولا دوكيومنتس ولا بروموشن ولا تيرمينال؟ طبعا للتعارف عليه اسمها وثائق تعارف، اللي هو ورقك بقى. تمام؟ شهاده ميلادك، بطاقتك، جواز سفرك، دي اسمها كلها identification documents. Teachers must know students problems with patience. المدرسين لازم ايه بقى؟ مشاكل الطلاب بصبر. ايوه. reject يرفض ولا handle ولا hinder يعني يعيق، ومس handle يعني يسيء التعامل. الاجابه طبعا handle. ماشي الكلام؟ كلمه handle دي مهمه جدا يا جدعان السنه دي. Passengers may bring one small نقط bag inside the airplane cabin. الركاب لازم يجيبوا معاهم ايه صغيره جوه الايه؟ جوه الكابينه بتاعت الطياره. شنطه صغيره مسموح لك تعدي بيها، والشنطه الكبيره تتحط في بطن الطياره. يبقى الاجابه ايه؟ carry on، بمعنى حقيبه صغيره. Teachers should know students who worry about their academic performance. المدرسين المفروض هم ايه؟ الطلاب اللي عندهم قلق من الاداء بالتعليم بتاعهم، اكيد يهدوهم يطمنوهم. انشور معناها يامن زي شركات التامين، وفرايتن يرعب، وانشور معناها يؤكد. لكن الاجابه ري اشور، وده سؤال محترم جدا جدا جدا. زي قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت كان في اكواير وانكواير وريكواير، كلمات شبه بعض. The library provides a great note of books for students and researchers. library خلاص provides، المكتبة بتوفر ايه؟ من الكتب للطلاب والباحثين. طبعا variety تنوع وتشكيلة، صح. shortage نقص، لا. confusion لا. او limit حد، الإجابة variety تنوع زي collection. scientists adopted يعني يتبنوا. العلماء تبنوا ايه بقى؟ a new نقط to solve environmental problem. اسمع بقى سؤال جامد، ده جامد، متوقع السنه دي 2026 تاني. خلاص بس هنا بشكل جديد. قال لك ايه بقى؟ العلماء تبنوا ايه جديده عشان يحلوا بيها المشاكل البيئيه؟ مش ميستيك ولا اكسيدنت ولا ايرور. طبعا مش هيحط لك سوري، مش هيحط لي كده برضو، يعني مش هيحط لي كلهم نفس المعنى. لازم على الاقل في 2 تستبعدهم و2 تشك بينهم. بس انا بقول لك هم تبنوا طريقه جديده. مين معناها طريقه ونهج؟ ابروتش. مش قلنا معناها يقترب او معناها طريقه؟ حلو. The teacher asked the students to write a meaningful note using the new word. التيتشر سأل طلابه ان هم يكتبوا ايه ليه معنى using باستخدام كلمات جديدة. يكتبوا ايه؟ بروموشن ترقية ولا ليكتشر محاضرة ولا برايز جايزة ولا فريز؟ زي كده بتبقى الايه الاختيارات. تمام؟ طبعا طلب منهم يكتبوا فريز، عبارة مش محاضرة. His unclear instructions، تعليماته اللي مش واضحة. creating عملت ايه؟ مش واضحة. تعليمات مش واضحة، عملت confusion، يعني حيرة وربكة، مش وضوح ولا خاتمة ولا بساطة. Paris is a popular tourist نقط for travelers from around the world. باريس دي تعتبر ايه؟ سياحية مشهورة لكل المسافرين. لكل المسافرين يعني بيروحوا عليها، يبقى دي وجهة، فالإجابة تبقى destination. ماشي الكلام. طبعا limitation دي معناها حد، يحط حد، تمام؟ الاشخاص ما يقربوش منه زي كده يعني. 61 after years of dedication، سنوات من الديديكيشن يعني الاخلاص والتفاني في العمل. and hard work she finally received a well deserved نقط. استلمت ايه بقى؟ تستحقها.
استحالة بروموشن بمعنى ترقية، قلنا معناها ترويج دعاية أو ترقية في العمل. مش استلمت أكيد مواصلات ولا تأكيد على إيه؟ ولا observation ملاحظة على إيه برضو. The two friends agreed to note books after finishing their favorite novels. الاتنين أصحاب اتفقوا إنهم إيه الكتب بعد ما خلصوا النوفل الروايات المفضلة بتاعتهم. يبقى إيه اللي هيحصل؟ كل واحد خلص كتابه فهيتبدلوا مع بعض. يبقى الإجابة swap. سويب يعني ايه؟ يكنس. اما هنا سواب يبدل. بريزيرف يحافظ على. ديلي يؤجل. The airline sent a booking note email after I completed the reservation. بعد ما انا كملت الحجز خلاص تمام، فراحت هي بعتت لي ايه بقى للحجز؟ تأكيد. اكيد مش مواصلات. الاجابه confirmation. booking confirmation. ولا تبقى محادثه للحجز ولا combination دمج. بعد ما انا كملت الاستماره فبعتوا لي تأكيد على الحجز. The hotel includes recreational نقط such as swimming pools and gyms. حلو. الهوتيل بيشمل ايه؟ ابداعيه او جديده لذيذه كده، زي ايه؟ حمامات السباحه والجيم. هعتبرها حاجات ابداعيه كده، بس recreational يعني ايه؟ زي ما هي من جاي من creation خلق وابتكار، برضو معناها ايه؟ ابداعي. فالاجابه تبقى claims ادعاءات، ولا events احداث، ولا restrictions قيود. لا، الاجابه facilities بمعنى تسهيلات ومرافق وامتيازات. تمام؟ زي حمامات السباحه والجيم. طيب زيد النبي صلاة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Winning such a prestigious award جايزة لها قيمة ومكانة was a not experience for her. كان بمثابة تجربة ايه ليها؟ تجربة اكيد overwhelming ولا unimpressive ولا insignificant ولا ordinary؟ يا ابن الايه؟ ده سؤال جامد يا مستر محمد. يعني المفروض لما فازت بجايزة prestigious يعني prestigious يعني ليها مكانة، فدي حاجة رائعة. فمين اللي معناها رائع هنا؟ overwhelming. ايه ده؟ مش قلنا ليها معنيين؟ جبت لك المعنيين. overwhelming بمعنى مرهق، وكمان معناها رائع. A true نقط is someone who always stands by your side. مين اللي دايما بيقف جنبك ده؟ بنسميه opponent الخصم، ولا الانمي العدو، ولا campaign الحملة، ولا companion رفيقك. تمام. The airline will note the boarding time through the airport speakers. والله الايرلاين اللي هو ايه؟ شركة طيران سوف ايه؟ عن ميعاد الإقلاع من خلال السبيكرز السماعات والميكروفونات. يبقى هتصرح. هقول هنا announce ولا advertise؟ طبعا advertise دي تعمل دعاية وإعلان، لكن هنا يصرح رسمي اسمها announce. عدنا العيب كده. طيب بسم الله. passengers began to note toward the gate. الباسنجرز الركاب بدأوا ايه؟ باتجاه البوابة. يتجه إلى اسمها ايه؟ head. طب ما فيش head اللي معناها يتجه، يبقى الإجابة rush يندفع. brush يغسل أسنانه، ديلي يؤخر، وبوز يتوقف. Hospitals have hygiene نقط to prevent the spread of dangerous infection. عشان تمنع انتشار الانفكشنز العدوى. يبقى هي ليها ايه للنظافه الشخصيه؟ اكيد مش اكسيدنت حوادث، ولا اتندنتس عمال، لانه عمال مش هقول لك عمال هايجين دي نظافه شخصيه، لكن ليها بروسيجرز اجراءات نظافه شخصيه. تمام؟ Students must present a نقط identification card during the exam. طلاب وانت داخل لازم تقدم خلاص ايه؟ بطاقة تعريف ايه اثناء الامتحان؟ bustling زحمة، ولا illegal غير قانونية، ولا invalid، ولا valid؟ طبعا valid يعني سرية المفعول وصالحة. The scientist will note the samples carefully to determine the cause of the disease. والله العالم ايه؟ العينات بعناية عشان يحدد سبب المرض. neglect يتجاهل، ولا expand يمد، ولا examine يفحص؟ يفحص. اجابات سهله لذيذه، بس الجمل بتبقى محتاجه ايه؟ شويه ايه؟ تركيز منك، وفي كلمه بتقول لك دي الاجابه. خلاص؟ طيب بسم الله. There was نقط in the report. في ايه في التقرير؟ So the manager asked for correction. طلب التعديل. يبقى في اكيد خطا. الاجابه error. The advertisement managed to نقط people's attention immediately. الاعلان استطاع انه ايه؟ انتباه الناس في الحال. يجذب انتباه الناس اسمها ايه؟ اوعى تقول لي pay attention يعني يعطي اهتمام. لكن الثانيه اسمها grab attention يجذب الاهتمام. grab او attract. طيب بعد كده بسم الله. modern technology helps نقط communication between people around the world. والله التكنولوجيا الحديثه بتساعد ايه؟ الاتصالات بين الناس. facilitate تسهل. طبعا مش هقول تجذب الاتصالات، ولا facilitate تبهر، ولا prevent تمنع، لكن تسهل التواصل بين الناس. 75 بيقول لك working long hours without a break او rest can be extremely نقط for employees. هيبقى شيء ايه؟ مجهد. يعني اقول له overwhelming.
بقول له مين كمان؟ وستريسفul. اصل امبريسيف معناها مبهر، وريلاكسنج مريح، وافورتلess بلا مجهود. 76 بتقول لك يا غالي after losing her luggage، ايوه تمام، after losing her luggage she decided to not compensation يعني تعويض، تمام، from the airline، بعد ما خسرت البضائع او فقدت البضائع بتاعتها او سوري الامتعه بتاعتها، هي قررت ان ايه؟ تعويض من الشركه، تطلب تعويض. مين اللي معناها يطلب؟ المفروض كلمه اسمها demand، يطالب بيه demand. طب admit يعترف، وديلي يؤجل، ورايز معناها ايه؟ ينهض وتشرق ويزداد. فانا ما مش عندي غير كلمه claim بمعنى يدعي بتعويض او يطالب، تمام، او يصرح بتعويض. Please address each issue. address اللي معناها عنوان، هنا معناها يوجه او يخاطب. كل ايه؟ issue، كل قضيه، نقط to avoid confusion عشان ما نتلخبطش. يبقى كل قضيه نناقشها خلاص لوحدها، يبقى الاجابه separately بشكل منفصل، مش carelessly مهمل وrandomly بعشوائيه. He had to نقط his meeting because of unexpected traffic on the highway. اضطر انه ايه؟ اجتماعه بسبب الزحمه، اكيد يأجل او يأخر الاجتماع delay. كلمات سهله ومش مستاهله، والاسئله نحلها في ثواني بفضل الله. Guests must present identification during hotel نقط before entering the rooms. والله النزلاء لازم يقدموا تعارف او وثيقه تعريف بيهم خلاص اثناء ايه؟ الفندق، قبل ما يعدوا الغرف، اثناء التشيك ان. ده هوتيل تشيك ان، مش قلنا تشيك ان معناها اجراءات الدخول خلاص، اجراءات الدخول، فحص الورق في المطار او الدخول في الفندق. At the meetings نقط the manager summarized، لخص all the important points. فانا من كلمه summarize دي معروفه بتيجي فين؟ دايما في الخاتمه، يبقى الاجابه conclusion. الدنيا بسيطه يا مؤمن، شفتك في كلمه بتقول لك ده الحل. طب بسم الله. the witness الشاهد agreed to نقط crucial details، وافق انه ايه؟ تفاصيل مهمه during the trial اثناء المحاكمه امبارح. يبقى هنا عن التفاصيل اجابه reveal يكشف عن، hide يعني يخفي، وكونسيل يخفي، forgive يسامح. تعال راح فين؟ 82 The teacher was نقط due to her students' careless mistakes. المدرس بقى ايه؟ بسبب الاخطاء المتكرره المهمله بتاعت طلابه بقى جايب اخره. يبقى الاجابه ايه؟ frustrated. ايه يا مستر مالك؟ انا مش جايب اخري، انا بقول بس مدرس. ماشي. The government invest بيستثمر، الحكومه تستثمر in public ايه؟ في ايه العام؟ to reduce traffic congestion عشان تقلل ازدحام المرور. يبقى هتستثمر في التعليم ولا الزراعة ولا الاتصالات ولا المواصلات transportation. The stadium was نقط with fans. الاستاد كان ايه؟ مليان بالناس. يبقى الإجابة crowded أو bustling مزدحم. The teacher asked the students to write نقط essay، طلب منهم يكتبوا essay، نركز عشان ده نوع من أنواع المقالات. explaining the science experiment يشرح فيها التجربة العلمية. التجربة العلمية بدي حاجة اسمها facts، حقائق. وانا مع الحقائق الباراجراف بقى اسمه expository من كلمه explain. اما descriptive خدناه في الوحده 8، الوصفي اللي بيوصف شخص او مكان بايه؟ بالصور البلاغيه، الايمجري والسنسز الحواس. persuasive ده اللي بيقنعك، convince you of his opinion او point of view بوجهه نظره. والناريتيف ده tells a story. careful نقط of animal behavior can reveal interesting patterns in wildlife studies. يا ترى ايه الحريص ده للحيوانات او لسلوك الحيوانات؟ هيكشف عن انماط مهمه في دراسه الحياه البريه. يبقى careful civilization الحضاره، ولا imagination الخيال، ولا observation الملاحظه، ولا conclusion الخاتمه؟ اكيد careful observation الملاحظه القويه لسلوك الحيوانات. نقط child always says please and thank you. ده اللي بيقول لك please و thank you ده بيبقى ايه؟ بيبقى polite طبعا، مؤدب. امال يعني clumsy دي في الوحده السادسه بقى معناها اهوج، خارق، مجنون. تمام. She loves her friend too much that she decided to نقط after the misunderstanding. هي بتحب صاحبتها كتير خالص، فقررت ان هي ايه؟ بعد الميس اندرستاندينج، بعد سوء التفاهم، قررت تلومها، تعاقبها ولا تسامحها ولا تلومها ولا اجنور. طالما بتحبها يبقى الاجابه forgive، هتسامحها. Traveling abroad helps students نقط new cultures and gain ويكتسبوا life experience خبرات او تجارب في الحياه. يبقى السفر بالخارج بيساعدوا الطلاب ان هم experience ولا ignore ولا forget ولا avoid. بالاستبعاد طبعا انا حريص اجيب لك كلمه experience كفعل بمعنى يعني يواجه او يتعرض الى او يكتسب خبره. تمام. يكتسب ايه بقى؟ يكتسب او يتعرض الى ثقافات جديده. Customers الزباين can نقط products directly مباشره
from the website من الموقع using secure online payment باستخدام الايه طرق الدفع الآمنة. يبقى هيعملوا ايه بقى المنتجات من الويب سايت باستخدام الدفع؟ اكيد هيشتري، الإجابة purchase. طيب hospital نقط must follow strict hygiene protocols. ايه المستشفيات لازم تتبع قواعد خلاص النظافة الشخصية. يبقى hospital servants ولا viewers المشاهدين ولا crew ده اللي بيسوق الايه الطياره والسفينه، لكن اللي بيشتغل في مؤسسه اسمهم staff اللي هم ايه هيئه الموظفين، هم اللي يتبعوا الهيجين. طيب civilization citizens must visit the nearest نقط to handle official ايه documentation. المواطنين لازم يزوروا اقرب ايه عشان يتعاملوا مع الايه توثيق الاحداث او الاوراق الايه الرسميه. يبقى هيتجه للكونفرميشن لا، ولا الامباسي السفاره، ولا البوردنج باس بطاقه العبور، ولا الكرو طاقم السفينه. لا، الاجابه الامباسي. عشان ايه بقى؟ عشان يتعامل مع الاوراق الايه والوثائق الرسميه. يا مسهل بسم الله. هانت اول مره اطول عليك في اسئله زي كده وازود، بس زي ما انت شفت كل سؤال ليه كلمه غير الثانيه. poor planning may not delays. التخطيط السيء هيعمل تاخير and additional cost. فعاوز يقول يؤدي الى، الإجابة اسمها lead to ويساويها result. الناس اللي حفظت معايا result in. طيب the amount of work he had to finish was completely not and stressful. كمية العمل اللي هو اضطر يخلصها كانت ايه ومجهدة. يبقى كانت overwhelmed ولا whelming؟ أو ده سؤال امتحان 2026 بإذن الله، سواء على ديت أو على كلمة mortifying و mortified اللي معناها محرج، أو embarrassing و embarrassed. بدنا نقول عليه إن شاء الله 2026. ليه؟ أصل هنا كمية العمل كانت متعبة بتسبب الأثر، يبقى ING. لو كلمت عليه هو وقع عليه الأثر كنت قلت لك overwhelmed بالED. طيب the company decided to note its latest product on national television. الشركة قررت إيه عن آخر منتج ليها في التلفزيون؟ تعلن advertise. spoil يعني يفسد وruin يفسد، وده تصريح رسمي من شخص مسؤول، لكن أنا إعلان advertise. She enjoys reading novels not writing short stories. والله تستمتع بقراءة الروايات وكتابة قصص. يبقى أقول إيه بقى؟ أيضا ولا بالإضافة إلى ذلك؟ بالإضافة إلى ذلك اسمها as well as. أما else معناها أيضا، ودي أيضا ودي بالإضافة، بس محتاجة حرف الجر to، اسمها in addition to. Travelers hurry to not a flight. المسافرين بيسرعوا عشان إيه رحلة الطيران؟ يفوتوها ولا يلحقوها؟ يلحقوها، يبقى الإجابة catch. عكسها بقى miss. طب travelers must not a loss to ensure compensation. المسافرين لازم ايه عن الخساره بتاعتهم لو حصل لهم خساره عشان يضمن التعويض. يبقى لازم ايه يصرح، لازم يقول الاجابه ايه report، يبلغ عن فقدانه اي شيء، تمام، او خسارته لاي شيء. companies invest to not capacity. ده مصطلح كان يقول لك ايه بقى السعه. الشركات بتستثمر عشان ايه السعه بتاعت المنتجات؟ strengthen تقوي السعه والتخزين. يلا اخر سؤالين. It's helpful to write نقط deadlines and tasks to stay organized. المهم ان انت ايه تسجل المواعيد النهائيه والمهام عشان تبقى منظم، ويسجل ويدون ملاحظات اسمها write down. The peaceful festival was a success instead of being disaster. عايزين عكس كلمه disaster اللي اصلا معناها كارثه، طبعا عكسها نعمه blessing. تمام كده خلصنا الحمد لله اخيرا اسئله الكلمات. حالا هنعدي على ايه شرح الجرامر، والجرامر باذن الله مش هيطول ان شاء الله، والاسئله اللي عليه. يلا بينا توكلنا على الله. نيجي بقى يا جدعان على شرح الجرامر اللي قلنا هنشرحه بقى، اللي اسمه الباست بيرفكت، الماضي التام. الماضي التام اللي بيتكون من ايه يا جدعان؟ بيتكون من هاد والتصريف الثالث. بس خلي بال حضراتكم في عندي حاجه اسمها ماضي تام بسيط، وحاجه اسمها ماضي تام مستمر اللي هو هاد بين زائد الاي ان جي. والماضي التام ده الزمن الممنوع يجي في الجمله لوحده، ده زمن بيخاف من الضلمه. ليه ما بيجيش في الجمله لوحده بيخاف من الضلمه؟ اصل هو بيوصف الحاجه اسمها الحدث الاول. حدث اول يعني لازم يبقى فيه كذا حدث في الجمله في الماضي، والحدث الاول والاقدم فيهم نحطه في الماضي الايه التام. هفرق بقى في الاخر بين الماضي التام البسيط والماضي التام المستمر. شكله وتركيبه بعد الفاعل بنستخدم هاد والتصريف الثالث، وبعد كده مفعول. خلاص I had finished my work. تمام. before I went home. اهو عندي حدثين. خلاص انا خلصت ايه شغلي الاول قبل ما روحت البيت. عندك حدثين بس ايه الحدث الاول؟ خلصت الشغل. طيب في المبني المجهول، المجهول لازم بي والتصريف الثالث، فالبي والتصريف الثالث في الماضي التام اي زمن غير السمبل بننزل الفعل المساعد بتاع الزمن اللي هو مين هنا؟ هاد في الماضي التام، والهاد هيجي وراها البي متصرفه تبقى بين.
يبقى الماضي التام في المجهول بعد المفعول تبقى had been والتصريف الثالث. فاقول ايه؟ after مصر 2016 after the flat نقط it was sold. بعد ما الشقة يا ترى painted دهنت ولا was painted دهنت ولا had painted ولا had been painted؟ طبعا after وراها الحدث الاول، خلاص بعد ما الشقة اتدهنت الاول بعد كده اتباعت، فطبعا دهنت في المجهول، الاجابة had been painted. تمام يا جماعة؟ ماشي. قلنا ملوش غير استخدام واحد، لازم يبقى فيه كذا حدث في الماضي لان الماضي التام بيصف الحدث الاول والاقدم. جميل، بسم الله. طبعا دي امثله، خلاص عندك الورق اقراها زي ما انت عايز. The mother went to the doctors، الام راحت عياده الدكتور ليه؟ عشان ابنها الطفل بلع كوين. بلع ده الحدث الاول، يبقى الاجابه had swallowed، وهكذا. طيب when I got out of the party، لما خرجت من الحفله I found out، اكتشفت that my car، ان عربيتي نقط. خلاص، ان عربيتي يا ترى stole سرقت ولا was stolen سرقت ولا had stolen سرقت ولا had been stolen؟ فانا هنا عندي كم حدث في الجمله؟ 3 احداث. خرجت، اكتشفت ان العربيه اتسرقت. كم حدث؟ 3. طب مين الحدث الاول؟ ان العربيه اتسرقت. قبل ما اخرج واكتشف، يبقى الاجابه في المجهول، ماضي تام في المجهول had been stolen. طيب بسم الله، ركز بقى مع بعضينا. لو مفيش فارق زمن مستخدم هنستخدم ماضي بسيط مع زمنين. خلي بالك الطبيعي احنا قلنا لما يبقى عندي كذا حدث في الماضي، الحدث الايه الاول مثلا ايا كان وجوده يبقى ماضي تام اللي هو هاد والتصريف الثالث، بس معناها ان في فارق زمني بين الحدث الاول والثاني والثالث. لكن الجمله الملحوظه هنا بتقول لك لو انت عندك بقى جملتين في الماضي، حدثين في الماضي بس ما فيش بينهم فارق زمني، يعني ورا بعض بسرعه، الاثنين هيتكتبوا ماضي بسيط ماضي بسيط. طب اعرف ازاي؟ اول حاجه بالكلمات الترتيبيه. كلمات ايه؟ ترتيبيه. لما الاقي كلمه فيرست ونكست وذن يبقى على طول انت مغمض، ماضي بسيط ماضي بسيط. تمام؟ على سبيل المثال first I planted a tree، اولا زرعت الشجره، then I watered it، بعد كده سقيتها. كم حدث؟ 2 بس، دول الاثنين بعدها زرعت سقيت، ورا بعض بسرعه مفيش فرق زمني، يبقى اول دليل الكلمات الترتيبيه. حدث رقم 2 لما نلاقي كلمه في الحال زي كلمه at once و immediately، يبقى الحدثين ورا بعض بدون فرق زمني، يبقى ماضي بسيط ماضي بسيط. when I arrived home اهو ماضي بسيط. I took a shower، خدت ايه؟ shower immediately او at once في الحال، يعني اول ما وصلت دخلت على الحمام خدت شاور، مفيش فرق زمني، يبقى ماضي بسيط ماضي بسيط. اخر علامه لما يقول لك كلمه لحق، خلاص لحقت. تمام؟ طيب لحقت دي تبقى مباشره. when I got to the station، لما وصلت المحطه the train نقط so I caught it، لحقته يبقى لما اول ما وصلت وحطيت رجلي في القطر مشي، مفيش فرق زمني. يبقى في كلمات ترتيبيه او كلمه في الحال او كلمه لحق، دول علامات مفيش فرق زمني، يبقى ماضي بسيط ماضي بسيط. اقول the train left. طب قال لي لو I didn't catch it ما لحقتوش، يبقى اقول لك had left، يبقى القطر مشي الاول بعد كده وصلت، في اصبح فارق زمني. طب هو دايما يقول لي انا لحقته اهو so I missed it، هنا ما لحقتوش يبقى القطر مشي الاول بعد كده وصلت، بقى ده الحدث الاول فيه فارق زمني. لكن دول ال3 علامات ان هنا مفيش فرق زمني ورا بعض بسرعه، يبقى ماضي بسيط ماضي بسيط. مش دايما هيجيب لك كلمه لحقت، ممكن يقول لك ايه؟ luckily لحسن الحظ when I got to the classroom، لما دخلت الفصل. ايوه ايه اللي حصل؟ the lesson الدرس نقط started ولا had started؟ لما قال لي luckily لحسن الحظ لما وصلت الفصل الدرس بدأ، معناها لحق ولا ما لحقش؟ يبقى مش لازم اقول لك لحق صراحه. تمام؟ يبقى luckily لحسن الحظ يبقى ايه؟ the lesson started. لكن لو قال لي unluckily لسوء الحظ يبقى ما لحقش، في فرق زمني، اقول له had started. خش بقى معايا في الكلمات الداله. اول حاجه الكلمات الداله after و as soon as ومعاهم once، خلاص، وكلمه اسمها ايه؟ the moment. دول ال4 بيجي وراهم الحدث الايه؟ الاول. تمام؟ قلت لك after و as soon as بحرف الا، والا ده الحدث ايه؟ الحرف الاول في الحروف الابجديه، فيجي وراهم الحدث الايه؟ الاول. علامه يعني after و as soon as اول حرف، فيجي وراهم الحدث الاول ماضي تام، كما الحدث الثاني ايه؟ ماضي بسيط. تمام؟ سواء جم في الاول او في النص دايما وراهم الحدث الاول. as soon as he had finished he went home. after I know at my exam. طيب وصلت؟
بس بشرط يكون جاي وراهم كام حدث؟ 2. كام حدث يا مؤمن؟ 2. فطالما حدثين يبقى معاهم وراهم على طول الحدث الايه؟ الاول. اما السؤال ده سؤال لعيب وثعباني. After I know at my exam I realized that I had made 2 mistakes. بعد ما خلصت الامتحان اكتشفت ان انا ارتكبت غلطتين. كم حدث هنا؟ لا 3. لو حدثين بعد after as soon as يجي الحدث الاول ماضي تام. لكن لو 3 احداث لا، ماضي بسيط ماضي بسيط ماضي تام. اهو الماضي التام يبقى هنا finished. بعد ما خلصت اكتشفت ان انا وانا بحل الاول ارتكبت خطأين. طيب اول ملحوظه بتقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، سيبك من العك اللي هنا حصل ده. قال لك ان افتر ممكن ايه؟ تكون حرف جر. ماشي. قال لك when after is followed by directly. سيبك من العك ده، مش عايزه خالص العنوان ده. اول ملحوظه على افتر، لو افتر بدون فاعل مفيش وراه فاعل، هيجي وراه الفعل مضاف له ing في المعلوم. خلاص؟ افتر بدون فاعل هيجي وراها ing لو الجمله مبني المعلوم، بعد كده الجمله الثانيه، ولازم فاعل الجمله الاولى يبقى فاعل الجمله الثانيه نفس الفاعل عشان نطبق الاي جي. after no at my homework I gave it to the teacher يبقى after doing. طب لو في after I had done. حلو الكلام يا جميل. طيب لو الجمله مبني مجهول ومفيش بعد after لا فاعل ولا مفعول، هنحط اي جي بس في المجهول تبقى being والتصريف الثالث. after no at the homework was given to the teacher. بعد ما ايه؟ الواجب اتسلم للمعلم. مش بدات بالواجب يبقى هنا بتكلم عن الواجب. طب الواجب فاعل ولا فعل؟ فعل. المفروض تبقى had been done ده لو في كلمه homework. طب ما فيش فاعل هنحط اي جي تبقى after being done. بعد كده عندي رابط اسمه having اللي معناها بعد. having بيجي وراها برضو الحدث الاول بس تصريف ثالث على طول. having arrested the thief بعد ما قبضوا على الحراميه the police took him to prison. وبرضو بعد having لازم فاعل الجمله الاولى يبقى فاعل الجمله الثانيه. هنا بتكلم عن البوليس هو اللي قبض وهنا بدات بالبوليس. طيب لو الجمله بعد having مبني مجهول لازم في be والتصريف الثالث. لا يبقى احط قبل be احط having كده كده ورا تصريف ثالث فالبي تبقى be اهي. having نقط the thief was taken to prison. بدأ بمين هنا؟ بالثيف يبقى بتكلم عن الثيف. طب اقول بعد ما قبض ولا قبض عليه؟ ده مصر 2023. اقول having been arrested بعد ما قبض عليه. ماشي الكلام. هنا حذف الروابط بقى، ركز معايا. after when while because دول الاربعه اللي ممكن ايه يتحذفوا في الاول ويتحط بينهم بعديهم ايه او بدلهم حاجه. في المبني المعلوم بنحذف الرابط ونحط مكانه ing. في المبني المجهول delete بنحذف اللينكر الرابط وممكن نبدا بالتصريف الثالث او being والتصريف الثالث. تمام زي ما هنشوف في الاسئله. طب ازاي اعرف اصلا يا مستر محمد ان في رابط؟ ان انا اصلا هيبقى عندي كوما، يبقى عندي كام جمله؟ جملتين صح؟ او من عدد الافعال فعلين يبقى عندك جملتين. طب ايه اللي يحصل بعدها؟ يبقى لازم في رابط. لو الرابط في النص يبقى اصله هو او which الذي او التي. لو الرابط في الاول اصله الاربعه اللي كتبناهم after ووايل والحاجات دول. تترجم الجمله بالرابط وتشوف الجمله اصلا معلوم ولا مجهول. فاقول لك نقط هير سيلف الون ايه نفسها لوحديها she phoned her closest friend. ولازم برضه في حذف الرابط فاعل الجمله الاولى يبقى فاعل الجمله الثانيه زي ما جاب لك السؤال بتاع نماذج الوزاره بتاع running through the forest. قال لك running through the forest I saw the rain started to fall. ده كانت الاجابه. لما بدات اجري انا شفت. الجمله الاولى قال لك واثناء ما كنت بجري خلاص الدنيا مطرت. ما ينفعش، لازم فاعل الجمله الاولى اللي هو انا وهنا ابدا بايه؟ بانا. فبرضه مع حذف الرابط لازم فاعل الجمله الاولى يبقى فاعل الجمله الثانيه. هنا شي يبقى هنا بيتكلم عن شي. طيب حط الرابط انت في سرك وترجمه. هقول ايه نفسها لوحديها؟ لما عندما when هي وجدت نفسها لوحديها ولا وجدت نفسها لوحديها؟ وجدت خلاص الجمله مبني المعلوم. طب احذف الرابط حط الاي ان جي لكلمه find يبقى finding. وطبعا found بمعنى يؤسس، مش هقول اسست نفسها لوحديها. طب نقط did by the river ميت بجوار النهر the boy was taken to hospital الولد نقل للمستشفى. بنفس الاختيارات. تمام. في كوما يبقى جملتين يبقى في رابط. هنحذف الرابط بقى يا جدعان بس الاول نترجم. هقول ايه عندما؟ اترجم بعندما اسهل حاجه. عندما ايه ميت جنب النهر الولد بقى هقول عندما الولد وجد ميت خلاص ولا وجد ميت ولا الله اكبر الله اكبر وجد ميت ولا وجد ميت ولا اسس ميت ولا اسس ميت؟ طبعا هي مش اسس خالص ولا اسس، هي عندما وجد ميت. طيب يبقى لقيت ان الرابط وراه مبني للمجهول هحذف الرابط. طيب حذف الرابط يتحط مين مكانه في المجهول؟ يا اما being والتصريف الثالث يا اما التصريف الثالث. فالاجابه found اللي معناها عندما وجد ميت.
طيب نيجي بعد كده على الكلمات الداله before و by the time بحرف البي، والبي ده الحرف رقم 2 فيجي وراهم الحدث الايه؟ الثاني. انا اسف اتعجزت بالغلط. اتعجزت بالغلط. before و by the time هيجي وراهم الحدث الثاني اللي هيبقى زمنه ماضي بسيط، وهنا الحدث الاول زمنه ماضي تام. He had met his uncle by the time بحرف البي، والبي الحرف رقم 2 فيجي وراهم الحدث الثاني زمنه ايه؟ ماضي بسيط. الاجابه found. وقبليهم بقى الحدث الاول. يبقى اهو هكتبها لك تاني before و by the time تمام بيجي وراهم الحدث الثاني ماضي بسيط. بعد كده الحدث الاول ماضي تام، اينما وجدوا في الاول او في النص وراهم دايما بحرف البي الحرف رقم 2 يبقى ماضي بسيط. طب في ملحوظه على بيفور تمام، ان بيفور من غير فاعل هيجي وراها برضو الفعل مضاف له اي ان جي بس من الحدث الثاني. ده الفرق بينها وبين افتر. افتر هيجي وراها اي ان جي من الحدث الاول. طب ازاي اعرف لو خيرني بين افتر بيفور وكان عندي اي ان جي؟ نبص على الجمله الثانيه. خلاص لو لقينا الجمله الثانيه ماضي تام اللي هو الحدث الاول يبقى الاي ان جي الحدث الثاني ناخد بيفور. طب لو لقينا الجمله الثانيه ماضي بسيط اللي هو الحدث الثاني يبقى الاي ان جي ده الحدث الاول فناخد افتر. تمام. before no at to bed I know at dinner. ماشي. طيب بيفور عايز اقول قبل ما اروح الايه؟ قبل ما اروح السرير انا ايه اتعشيت. يبقى جو مفيش فاعل يبقى بيفور جوينج. طب تناولت المفروض ايه؟ يتناول اسمها هاف فهحطها هنا بقى الحدث الاول تبقى I had ماضي تام او I had eaten. ماشي. خلصنا مين؟ بيفور. وطبعا زيها في المجهول تبقى being تصريف ثالث. حل دي لوحدك. الكلمه الداله الثالثه بعد كده كلمه ايه؟ باي. تمام يا دكتور الله ينور. اكمل بس جزئيه صغيره دي. باي لوحدها بيجي بعدها مده زمنيه فتره من الزمن اهو تمام، بس الجمله الثانيه بتبقى ماضي تام. لو باي جاي وراها مستقبل يبقى مستقبل تام اللي هو ويل هاف التصريف الثالث. باي 8 o'clock على طول تمام يبقى هنا ماضي تام we had arrived. خلصت. بعد كده كلمه وين ملهاش قاعده. وين ملهاش قاعده يعني ينفع ماضي تام ماضي بسيط ماضي بسيط ماضي تام حسب ترجمتك وفهمك. الحدث الاول هنحطه ماضي تام والحدث الثاني ماضي ايه؟ بسيط. تمام. انا عندي بس وين اللي انا عايزها اللي هي ايه؟ لما يبقى الحدثين مفيش فارق زمني بيبقى ماضي بسيط ماضي بسيط. ينفع وين نشيلها ونحط مكانها اون زائد الناون او الاي ان جي. اون بتساوي وين اللي معناها عند بس في ايه؟ في جمله الايه؟ ماضي بسيط ماضي بسيط. يعني عايز اقول when I saw the accident لما شفت الحادث ايوه I phoned the police ورا بعض شفت الحادثه اتصلت بالبوليس. شيل وين نحط on او on seeing the accident عند رؤيه الحادث I phoned the police. تمام. وهنا قلنا دول ما لهمش ايه؟ ما لهمش قاعده حسب المعنى. هديك مثال when my brother not at home I not to bed. لما اخويا وصل البيت انا رحت انام. مش عارفين مين ماضي تام ماضي بسيط. بص so I met him فانا شفته. شفته يبقى مين اللي حصل الاول؟ انه وصل الاول بعد كده انا رحت انام. يبقى اقولي had arrived بعد كده I went to bed. طب لو اقول لك I didn't meet him ما شفتوش يبقى اقول لك لما اخويا arrived وصل I had gone كنت انا رحت نمت الاول. فهمتوا ازاي بالمعنى؟ طيب خلاص. في بقى الشكل الرابع لوين لما يبقى بكام حدث؟ 3 احداث فالغالب ماضي بسيط ماضي بسيط ماضي تام. ترجمتك بتحدد مين الحدث الاول والحدث الثاني من ال3 احداث. until و till مالهاش غير قاعده واحده يجي قبلها ايه يا جماعه؟ ماضي بسيط منفي بعد كده ماضي تام مثبت الحدث الاول والحدث الثاني. الماضي البسيط المنفي يا اما didn't والمصدر في المعلوم يا اما wasn't weren't والتصريف الثالث او حرف الجر لو في مجهول يا اما نفي سلبي بكلمه refused و never. اقول لك he refused to come. تعال نحل. I know at my lunch until my brother know at home. دي القاعده العامه. I didn't eat او I didn't have my lunch until my brother had arrived. يبقى القاعده العامه ماضي بسيط منفي ماضي تام مثبت. طب I know to my lunch until my brother know at home. ها انا ايه to my lunch until my brother I refused خلاص to eat. المفروض هنا to eat. I refused to eat my lunch until my brother had arrived. يبقى refused ده اسمه نفي سلبي بتساوي didn't eat. I refused to eat. طب he knew to sit until he had apologized. عايز اقول بقى هو ايه؟
didn't allow لم يسمح ولا wasn't allowed؟ هو لم يسمح انه يجلس حتى اعتذر ولا لم يسمح له؟ ايه رايكم؟ هنا كده كده until هنا ماضي ايه؟ اول ما تلاقي حاجه من الاثنين هو انت حافظ قبلها ماضي بسيط منفي بعدها ماضي تام مثبت. لقينا ماضي تام مثبت يبقى هنا ماضي ايه؟ بسيط منفي. بس هترجم بقى، هو لم يسمح ان يجلس ولا لم يسمح له؟ يسمح في المجهول يبقى wasn't allowed. طيب في بقى بالمعنى، لو ما لقيناش القاعده اللي احنا عارفينها ولقينا اي شكل تاني until امشي بالمعنى. I waited for the bus. انا استنيت الاتوبيس until it حتى ايه؟ وصل. طب كلمه وصل ديت الحدث الكام؟ التاني، تحط ماضي بسيط arrived. عايز لها قاعده، لو until جه قبلها ماضي بسيط مثبت يبقى بعدها ماضي بسيط مثبت. وينفع until احط قبلها ماضي تام حدث اول. لو ما لقيتش القاعده بتاعتي اللي انا حافظها ماضي بسيط منفي وماضي تام مثبت، لقيت شكل تاني، ترجم شوف الحدث الاول فين وتحطه في مكانه. فعادي ممكن لو جت جمله، وهتلاقي جمله في الاسئله هنحلها ان الماضي التام يجي الاول. طيب كده خلاص اتبقى لي ايه؟ اخر حاجه، اخر مجموعتين في الروابط، نو سونر واخواتها. لما يجوا في تمام، لما يجوا في نص الكلام بنبدا بالفاعل وهاد، بعد كده نو سونر والتصريف الثالث. ده فين؟ ده في النص. اهم حاجه لازم ليهم رابط توأم، نو سونر معاها ذان. طب هاردلي وسكيرسلي معاهم وين وبيفور. ماشي الكلام؟ يبقى تاني نو سونر معاها ذان. طب وهاردلي وسكيرسلي بياخدوا وين او بيفور. بعدها الحدث الثاني ماضي ايه؟ بسيط. طيب لو هم نفس الايه؟ الروابط، بدأنا بيهم في الاول نو سونر او هاردلي وسكيرسلي جم في الاول، تمام؟ بنعمل حاجه اسمها انفيرجن، يعني بنقدم الفعل المساعد على الفاعل. يعني اخد هاد فاعل تصريف ثالث، او ديد فاعل والمصدر. بحب الحاجات دي اشرحها بايدي عشان كده سايبها ايه؟ مش مكتوبه. فهنا هاردلي في الاول، هاردلي نقط هيز هوم ورك وين هي واتش التي في. عايز اقول يا دوبك خلص، معناهم ايه هم بالكاد؟ يا دوبك خلص واجبه حتى اتفرج على التلفزيون. طب خلص، المفروض هاد فينيشد، هي هاد فينيشد. هتكتب بقى ايه؟ هي هاد؟ لا، هاد هي فينيشد او did he finish. تمام؟ اهو مشروحه لك اهي، تمام؟ وخدنا المثال عليها. طيب اخر مجموعه في عندي it was only when و it wasn't until. هديهم على طول. it was only when او it wasn't until في الاول بيجي وراهم الحدث الاول ماضي تام ومعاهم رابط في النص اسمه that. بعد كده الحدث الثاني ماضي بسيط. وده المثال it was only when I had seen them together. لما شفتهم مع بعض that حينئذ انا ادركت ان هم توأم. ده ماضي بسيط. تمام؟ الفرق الاخير بين الماضي التام البسيط والماضي التام المستمر، ماشي؟ ان الماضي التام البسيط ماله؟ الماضي التام البسيط اللي هو بيتكون من هاد والتصريف الثالث، والماضي التام المستمر هاد بين زائد الاي ان جي. طحنتك عليه اسئله هتفهموا. ده بيركز على المده الزمنيه، يعني لازم جملته فيها for او since او all، بس بشرط دول معاهم مع فعل طويل المدى، يعني بياخد وقت في حدوثه. ده لا تلاقي for وسنس وall وفعل طويل المدى يبقى ماضي تام ايه؟ مستمر. بركز على الحدث الاول. طيب لو لقيت بعد النقط ارقام ونتائج، او لقيت افعال لحظيه او افعال الحاله اللي هم افعال الحواس والادراك، تمام؟ حتى لو في مده زمنيه بس عندي حاجه من دول، ناخد ماضي تام بسيط. المثال بيقول لك I know علي since we were in primary school. انا بعرفه من يوم ما كنا في الابتدائي. اقول I had known، تمام؟ ولا بسم الله، ولا I had been knowing. احنا هنكمل الجملة before we broke up. أنا كنت بعرف علي من يوم ما كنا في ابتدائي قبل ما ننفصل. هنا الحدث الثاني، ده الحدث الأول. طب هنا جاب لي ماضي تام بسيط وماضي تام مستمر. تمام؟ يا مستر في مدة زمنية ونو يعرف. لا، بس نو ده من أفعال الحالة اللي هي أفعال الإدراك، يبقى تحط ماضي تام بسيط. I met علي last week. I know at him since we were in primary school. ها؟ إيه الجملة ديت؟ أنا إيه قابلت علي الأسبوع اللي فات. أنا إيه علي من يوم ما كنا في ابتدائي. فعايز أقول لك هنا يا ترى I hadn't met ولا hadn't been meeting. طب ميت يا مستر؟ لا، ميت يا مستر أو النفي دايما حطه ماضي تام بسيط. طب ما ليه مستر امتى اخد الماضي التام المستمر؟ لو فعل طويل المدى زي بلاي وجو بلاي وستادي ورايت وسليب ومعاهم مده زمنيه وانت مغمض، وهتشوف ده دلوقتي فين؟ في الاسئله. يلا بينا على الاسئله.
انا بسرعه لميت لك الجرامر عشان تحل اسئله معايا. يلا بينا على الاسئله. اول سؤال جرامر بقى، يلا نقول بسم الله توكلنا على الله. After I know of the report I checked it for mistake. واحده واحده اهو ماشيين لك بالترتيب. After وقلنا ايه after و as soon as بحرف الآ بيجي وراهم الحدث الايه الاول، يعني ماضي تام. بس تشوف لي الجمله معلوم ولا مجهول. انا اللي خلصت يبقى I had finished. طيب after the report بعد ما التقرير، كده كده الحدث الاول اهو، وهنا الحدث الثاني ماضي بسيط. بس التقرير بقى انهى ولا انهي؟ انهي ماضي تام حدث اول بس مبني مجهول had been finished. طب افتر بقى من غير فاعل، ايه رايك؟ يبقى نحط للفعل اي ان جي، وبشرط فاعل الجمله الاولى هو فاعل الجمله الثانيه. هنا اي بتكلم عني، يبقى انا بتكلم عن نفسي، يبقى اقول افتر ايه؟ ان انا انهيت ولا انهيت؟ معلوم افتر فينيشنج. طب لو مبني مجهول تعال نشوف كده، هو افتر مفيش فاعل، وهنا بس ايه الجمله الثانيه بدا بالريبورت، واتفقنا عشان بعد افتر من لما يبقى فيش فاعل وابدا بالاي ان جي لازم فاعل الجمله الاولى يبقى فاعل الجمله الثانيه، فاروح باصص بعينيا على الجمله الثانيه لقيت مين؟ الريبورت، يبقى هنا بتكلم عن الريبورت. طب الريبورت انهى ولا انهي؟ انهي مجهول، بس المجهول المره دي مش هيبقى هاد بين، هيبقى المجهول بقى احنا اتفقنا في الوحده 8 المجهول عباره عن كلمتين بي والتصريف الثالث. صرف البي بعد افتر، اي فعل بعد افتر مباشره نحط له اي ان جي بقت being finished. اهو شرح والله. نقط repaired my car I was very happy. طب مين اللي معناها بعد وبيجي وراها تصريف ثالث؟ having repaired. طب نقط repaired my car looked new. بص حبيبي هنا خلي بالك، بسم الله. تمام، هنا احنا زي ما احنا تمام. هنا بدأ بآي، احنا برضو مع having لازم فاعل الجملة الأولى يبقى فاعل الجملة الثانية. هنا بدأ بإيه؟ بآي، يبقى هنا بتكلم عني أنا، يبقى بعد ما أنا خلصت having repaired my car. أما هنا قال لك بدأ بإيه؟ بماي كار، يبقى هنا ساعتها لما أجي أحط having أقول لك إيه؟ بعد ما صلحت العربية كذا ولا بعد ما صلحت؟ طالما بدأ بالكار يبقى هنا بتكلم عن الكار. طب بعد ما العربية إيه؟ صلحت. طب صلحت ده مبني مجهول يبقى لازم أحط بي والتصريف الثالث. طب البي بقى بعد الهافينج هيبقى having ايه؟ been. having been repaired. ماشي الكلام. ثواني يا مستر الحق، ده في حاجة تانية ما خدتش بالك منها، تصدق؟ في كلمة مين؟ when. وللمرة ما اعرفش كام في الفيديوهات المراجعة دي، التالتة تقريبا. if وزيها unless وكلمة when وكلمة once وas، دول اللي ينفع يجي على طول وراهم تصريف ثالث خلاص في المبني للمجهول، فينفع الإجابة بي ان سي. دي صح ودي صح. تمام عاش. when ايه؟ when repaired. لأن هنا مع when والحاجات دي يجي وراهم تصريف ثالث في المجهول عندما صلحت. نقط my car I was very happy. في كما، يبقى عندك جملتين فالمفروض في رابط. طب في روابط موجودة؟ لا مفيش، فدي قاعدة اسمها حذف الرابط في الأول غير حذف الرابط في النص. في النص أصلها هو أو which، الذي أو التي. طب حذف الرابط في الأول أصلها after أو when أو because أو while. فأقول بعد ما إيه عربيتي أنا كنت سعيد، بعد ما صلحت العربية. طالما الجملة في الرابط أصلها مبني المعلوم، فلما نحذف الرابط نبدأ بالاي ان جي، فالإجابة تبقى repairing my car. حذف الرابط في المعلوم نحط مكانه اي ان جي. طب حذف الرابط في المبني المجهول يا مستر محمد؟ حذف الرابط في المجهول لازم يا اما تصريف ثالث يا اما being والتصريف الثالث. بص معايا، نقط at the mechanics my car looked new. وبرضه يا مؤمن مع حذف الروابط لازم فعل الجمله الاولى يبقى فعل الجمله الثانيه. هنا بدأ بالكار فبيتكلم عن الكار، فاقول بعد ما العربيه ايه؟ صلحت، يبقى الجمله مبني مجهول. فالمفروض اقول لك ايه بقى؟ after the car had been repaired او having been repaired او after being repaired. مفيش ولا اي رابط اصلا، يبقى ده مجهول وحذف الروابط نحط مكانه تصريف ثالث او being والتصريف الثالث being repaired او repaired على طول. طب نقط وحط كوما، مزيد النبي صلى الله عليه وسلم. نقط my car was sold for higher price. بدأ بمين هنا يا حنين؟ بالكار، يبقى هنا برضو نفس الحوار. ماشي الكلام. طب after it had fixed بعد ما هي صلحت؟ لا والله. طب having been fixed بعد ما صلحت؟ صح. طب having fixed بعد ما صلحت؟ لا، ما هو بتكلم عن العربيه فالعربيه صلحت مجهول. طب after fixing بعد التصليح؟ لا. طب افرض كان حاطط لك في الاختيارات fixed اللي هو حذف الرابط في المجهول، ما ينفعش. حذف الرابط في المعلوم او المجهول عشان نشيل الرابط ونحطه نبدا بالاي ان جي في المعلوم او تصريف ثالث في المجهول لازم يبقى وراهم تكمله. لكن ما تجيليش نقط وهنا بعدها كوما على طول وتحط لي حذف الرابط، لا لازم يبقى فيه رابط. تمام، يبقى الاجابه having been fixed بعد ما صلحت. يعني لو في fixed ومجهول مش هروح لها لان ما فيش اي تكمله بعد الجمله. I was exhausted at the end of the exam. انا كنت منهك بعد الامتحان. كنت تعبان، ده اثر باين عليا. طب احنا كنا بنقول يا جدعان
لو الاثر مضارع يبقى السبب في المضارع التام، لكن لو الاثر في الماضي يبقى السبب ماضي تام. صح؟ تناسب طردي، صح ولا لا؟ شويه فيزيكس. لما يبقى الاثر ماضي يبقى السبب ماضي تام. انا كنت تعبان، ليه تعبان؟ عشان انا كنت بذاكر لمده ساعتين، ما ده الحدث الاول، زمنه ماضي تام. بس عندنا مشكله يا جميل، في ماضي تام بسيط وماضي تام مستمر، الاثنين بيوصف الحدث الاول. بس قلت لك مين اللي بيركز اكتر على المده الزمنيه مع فعل طويل المدى؟ الماضي التام المستمر. اقول I had studied، I had written، ولا I had been writing؟ I had been writing، عشان هنا عندي مده زمنيه ورايت ده فعل طويل المدى. لكن لو في مده زمنيه وفعل لحظي او فعل من افعال الحاله او عندك ارقام ونتائج، ناخد ماضي تام بسيط. عليها اسئله. علي نقط for work for over a year before he finally got a job. before جاي وراها الحدث الثاني ماضي بسيط، يبقى هنا الحدث الاول ماضي تام بسيط او ماضي تام مستمر. احنا بقى عارفين دلوقتي ان عندي زمنين في الحدث الاول. طيب هنا في مده زمنيه ولوك فور يبحث عن ده فعل طويل المدى، يبقى ماضي تام مستمر had been looking. اللي بعده يا بطل. My father retired last week، ان شاء الله 2026. لا مش دي، مش دي. بابا تقاعد الاسبوع اللي فات، ما هي شبهها. تمام. he نقط for the same company all his life، هو طلع عن معاش الاسبوع اللي فات. طب قبل ما يطلع معاش كان شغال في الشركه دي، يبقى ده الحدث الاول، زمنه يا اما ماضي تام بسيط يا اما ماضي تام مستمر. بس هنا عندي ايه؟ كلمه all وكلمه work ده فعل طويل المدى. طب يبقى all تمام بتركز على زمن مستمر مع فعل طويل المدى، يبقى الاجابه had been working زي ما شرحنا. يبقى لما يبقى عندك حدث اول في الماضي التام بس معاه مده زمنيه والفعل نفسه طويل المدى يعني بياخد وقت في حدوثه، يفضل يبقى ماضي تام مستمر. طيب نشوف اللي بعده. when I went to the service centers، لما رحت السيرفيس سنتر مركز الخدمات بتاع العربيات، I was pleased كنت مبسوط عشان لقيت عربيتي اتصلحت. كم حدث؟ 3. رحت وانبسطت ان العربيه اتصلحت. مين الحدث الاول؟ العربيه اتصلحت قبل ما اوصل وقبل ما انبسط. طب العربيه صلحت في المجهول يبقى had been repaired. شكرا. I know that manager for years before I worked with him in that company. انا المدير ده؟ بص 4 years before بعدها الحدث الثاني ماضي بسيط، يبقى قبلها الحدث الاول ماضي تام. وعندي مده زمنيه ونو يعرف فعل طويل المدى، يبقى المفروض ماضي تام مستمر. اقول لك يا ابو جهل ويا ام جهل، نو ده يعرف من افعال الادراك، وافعال الادراك قلنا دي افعال حاله اللي دايما ستيتيف، دايما زمانها سمبل، يبقى الاجابه تبقى had known. يبقى لو عندك مده زمنيه بس الفعل من افعال الحاله او فعل لحظي زي كلمه find ولوز، حاجه بتحصل بسرعه، او لو عندك بعد النقط ارقام ونتائج، ماضي تام بسيط. ماضي تام بسيط. before he started his career، تمام اهي before بعدها الحدث الثاني ماضي بسيط، قبل ما يبدا الكارير بتاعه كجورناليست he not as a teacher for 6 months، وده الحدث الاول. طيب وفي مده زمنيه ماضي تام بسيط ومستمر، في مده زمنيه work فعل طويل المدى had been working. اتحفظت بقى يا جدعان. باي مع زمن في الماضي يبقى ماضي تام. طب لو باي 2050 في المستقبل تبقى مستقبل تام. by 2019 building this flyover bridge نقط بحلول 2019 بناء هذا المبنى، ايه اللي حصل؟ finished ولا had finished ولا had been finished ولا had been finishing؟ طبعا هي الاجابه بناء المبنى اكتمل، صح؟ هتقول لي had finished، لا had been finished. building this flyover on here، البناء نفسه مبني مجهول، خلاص يبقى on here. المهم ما تنساش مع باي والماضي بيجي ماضي تام. منى was tired كانت تعبانه، ده اثر باين على منى بس فين؟ في الماضي. الاثر في الماضي يبقى السبب ماضي تام حدث اول. طيب because she not for the test all day طول اليوم، all بتدل على استمراريه يبقى ماضي تام مستمر. بس بص على الفعل الاول اتاكد، افرض لحظي بس ريفايز يراجع، دي حاجه طويله المدى يبقى had been revising. I couldn't know who asked about me since I know at my mobile. اوعى يا ابو جهل تقول لي since دي هنا منذ، لو منذ هيبقى انا مضارع تام او ماضي تام. خلاص since معناها لأن كنا بنقول بنوحد الزمن، هنا ماضي يبقى هنا ماضي، أي ماضي بقى. بس أنا ما عرفتش مين اللي سأل عني، لأن أنا ماي موبايل، لأن أنا فقدت موبايلي. حلو الكلام. فما عرفتش عشان أنا فقدت. مين اللي حدث الأول؟ إن أنا فقدت. طيب هنحط بقى ماضي تام بسيط ولا ماضي تام مستمر؟ حتى لو قلت لك for a week لمدة أسبوع، فقدته بقالي أسبوع. حلو، هتقول لي إيه بقى؟ في مدة ولوز يفقد، لا ده فعل لحظي مش هينفع اقول لك قاعد بيفقد، يبقى الاجابه I had lost، هو حدث اول ماضي تام بس بسيط، تمام؟ حتى لو في مده زمنيه. طب ركز،
I didn't go shopping نقط I had finished the housework. انا ما رحتش ايه السوق عشان او انا ما رحتش السوق ايه I had finished the housework الا لما خلصت الايه العمل بتاعي. طيب لما كان يبقى عندي ماضي بسيط منفي وماضي تام مثبت الاجابه طبعا until او till. تمام. it نقط until جنى had got permission. الله اهو until وراها ماضي ايه تام مثبت يبقى هنا ماضي تام بسيط. it ايه didn't ولا it hadn't ولا it hasn't ولا wasn't. طبعا الاجابه هنا ده اصلا مش قاعده until دي قاعده ايه الروابط الايه الاخيره اللي هي it was only when او it wasn't until. ده اصلا رابط كامل معناه من الكلمات الداله على الماضي التام اسمه it wasn't until. ولو حتى خدته ماضي بسيط منفي هاخد ايه wasn't عشان didn't وراها مصدر مفيش مصدر. I didn't go shopping until الله ماضي بسيط منفي يبقى هنا ماضي تام مثبت until I had finished. خلاص كررنا until كذا مره 3 مرات. دي الرابعه. I didn't send the report until it know it well. ها ما بعتش الريبورت حتى ان هو ايه بشكل جيد حتى راجع ولا روجع. هو هنا هنحط ماضي تام حدث اول ماضي تام مثبت بس ايه تقرير الات ده عايد على التقرير يبقى الجمله مبني مجهول had been revised. طب she knew no replies until one day خلاص she got a letter. طب هنا في كلمه no يا جدعان ماشي بس انا مش عايزك بصمجه تقول لي until ماضي بسيط منفي بس المفروض هنا ماضي تام مثبت مفيش ماضي تام مثبت. هتعمل ايه؟ تقول لي ايه الاجابه؟ مفيش اصلا غير كلمه had received. طب يا مستر طب ليه مش hadn't؟ عشان حبيبي في no جمله مثبته. طب جت ازاي had؟ ما يا جماعه احنا قلنا ان until اصلا القاعده الثابته ماضي بسيط منفي ماضي تام مثبت لو لقيتها روح عليها. طب ما لقيتش هتلاقي عندك شق موجود زي كده اهو. طب لو ما لقيتش تصرف على حسب المعنى. انا ما استلمت هي ما استلمتش اي رساله لغايه لما جه يوم في الايام وجالها الجواب. تمام؟ تسلم ايدك يا دكتوره. يعني راجل ذوق الصراحه. الحلاوه دي. هروق عليك انا زي ما انت مروق عليا كده انبسطت انا. تسلم يا دكتوره. شي نوت نو ريبلاي زي ما استلمتش ولا جواب لغايه لما في يوم من الايام جالها ايه وصل الجواب. هنا وصل لحد ايه الحدث الثاني. طب ما استلمتش الحدث الاول المعنى يبقى الاجابه had received. طب he not to sit down until he had apologized. ها until جه وراها ماضي تام مثبت دي القاعده بقى اللي احنا عارفينها يبقى هنا ماضي تام ايه ماضي بسيط منفي الحدث الثاني. بس ماضي بسيط المنفي اقول لك wasn't allowed ولا didn't allow. ترجم بقى هو لم يسمح ان يجلس ولا لم يسمح له. هي دي بقى ايه الذكاء بتاع الطلاب ان ايه عندنا شعار بنقول الترجمه سيد الحل. ترجمت تعرف تحل. هنا لم يسمح له ماضي بسيط منفي بس في المجهول wasn't allowed. I knew at nobody until Ali had arrived. until وهنا ماضي تام مثبت يبقى هنا ماضي بسيط منفي. هتقول لي ايه بقى met ولا hadn't ولا didn't ولا wasn't. طبعا didn't meet اقول لك لا في ناس صاحيه وقال لك في كلمه nobody فالجمله اوريدي منفيه بنو يبقى حط met. طبقت القاعده بس خدت بالي ان في no. I bought a new car but before that I know at many sites to choose. قلنا ان كلمه before that مالهاش دعوه before. before بيجي وراها حدث تاني اما before that معناها قبل ذلك. قبل ذلك يبقى ده الحدث الايه الاول يبقى الاجابه I had searched سرشت الاول بحثت الاول على الحاجات دي. وطبعا after that هتبقى العكس after that بعد ذلك يجي وراها الحدث الثاني غير after لوحدها اللي بيجي وراها الحدث الاول. no sooner no sooner وhardly وscarcely no sooner واخواتها لما يجوا في اول الكلام يتعمل بعدهم حاجه اسمها inversion تقديم الايه الفعل المساعد عن الفاعل وفي زمنين ماضي تام او ماضي بسيط. يبقى had we heard تمام شغاله we غلط يا اما had we heard يا اما did we. يا دي النيله الاثنين صح. طب ما تيجي نشوف. no sooner not the noise than we rushed to the spot. يا دوبك سمعنا الدوشه فانطلقنا. طب had we heard ولا did we hear؟ الاثنين صح ودي غلطه من عندنا في الكتابه لان المفروض دي كانت مكتوبه heard. طبعا بعدين بيجي الفعل في المصدر لكن بالشكل ده did we hear ينفع ماضي بسيط بنعمل كده inversion بدid او بهاد. الاجابه ايه had we heard او did we hear بس انا كنت المفروض كاتبها ايه بالدي يعني. خلاص I would rather you نقط. يا جدعان انا عندي قاعده كده في الوحده الاولى تلاقينا بنقولها تاني اسمها الامضض منه. مين الامضض منه؟ اللي هي مين؟ اللي هي كلمه ايه wish
بتسميها الانريال باست، اسمها الحقيقي اللي هو ايه؟ الماضي الغير حقيقي. بتمنى عكس الزمن، عكس الواقع، او بتمنى بعبر عن ندم في الماضي. لما اتمنى عكس زمن انزله في الماضي منه، هو ده الانضد منه. wish would rather اللي معناه يفضل، و it's time. لما الثلاث توائم دول يجي وراهم فاعل لازم هنا يبقى فيه ماضي. طيب يا اما ماضي بسيط لو زمن الجمله الاساسي مضارع يبقى ننزل الانضد منه والماضي منه ماضي بسيط. طب لو زمن الجمله الاساسي ماضي ينزل ماضي تام. ده في عجاله. الجمله تقول I would rather اهو you، لازم يبقى فيه وراهم فاعل. No of this book last week. last week قالت لك ان زمن الجمله الاساسي ايه؟ ماضي، فينزل الانضد منه او الماضي منه ماضي تام. انا بفضل لو انت كنت اشتريت الكتاب ده الاسبوع اللي فات كان رخيص، دلوقتي غلي، ندم. لما اتمنى عكس حاجه في الماضي اقولها ماضي تام. طب لما اتمنى عكس حاجه في المضارع تنزل ماضي بسيط، زي كلمه if I were you، لو كنت مكانك دلوقتي. خلاص انا عمري ما هبقى مكانك. if I were rich، لو انا كنت غني دلوقتي، خلاص يبقى دلوقتي انا ايه؟ مفلس. فهمتوا؟ ماشي. فدايما بتمنى عكس زمن بروح منزله في الماضي منه. Really it was the most amazing novel I know it. يا ابن اللعيبه سؤال جامد. تمام؟ واللي اختاروا اجمد برضه. ماشي. يا جماعه مع كلمه ايه؟ مع التفضيل كلمه the most وذا والاي اس تي، خلاص بناخد كلمه ever. طيب بس الطبيعي ان ever بتيجي مع المضارع التام، صح؟ المضارع التام اللي هو ايه؟ I have ever، فين راحت؟ I have ever been read. ليه كمان been؟ لا I have ever read، خليها كده. ماشي؟ طيب المفروض ان مع التفضيل بناخد ever. ever تيجي مضارع تام او ماضي تام على حسب بقى الجمله الاولى. امتى اقول ever have ever مضارع تام؟ لو قلت it is، لكن هنا قال لك it ايه؟ it was. يبقى لو التفضيل في المضارع هناخد مضارع تام. خلاص؟ لو التفضيل في الماضي هناخد ماضي تام. I had ever read من was. I was very angry because when I arrived at the station the train نقط. ركز بقى معايا. انا كنت غضبان جدا عشان لما وصلت المحطه القطر ايه؟ مشي. طيب طالما كنت غضبان يبقى لحق ولا ما لحقش؟ لا ما لحقش. ما لحقش يبقى القطر مشي الاول، يبقى الاجابه ايه؟ had left. لكن لو هنا عكس وقال لك I was happy، انا كنت مبسوط، تمام؟ او I caught the train when I arrived at the station the train نقط but I caught it. لو قال لي I caught it لحقته، ولا I was happy يعني لحقته، طالما لحق كنت نعمل ماضي بسيط ماضي بسيط، وانت اقول لك left. لان انا في الشرح قلت لك لما الحدثين يبقوا ورا بعض بدون فارق زمني ماضي بسيط ماضي بسيط. اما هنا ما لحقش يبقى في فارق زمني، يبقى القطر مشي الاول had left. حدث اول يا جدعان، كذا حدث في الماضي، الحدث الاول يبقى ماضي تام، بس ركز ماضي تام بسيط ولا مستمر. I was exhausted تاني كنت تعبان، خلاص بنكررها. بس المره دي لعبت ايه؟ معاك لعبه عملت لك الجلاشه. I was exhausted at the end of the exam. I know 2 essays for over 2 hours. اسمع بقى، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الاثر في الماضي يبقى السبب ماضي تام حدث اول، هنحط ماضي تام بسيط ولا مستمر؟ في عندي مده زمنيه ورايت فعل طويل المدى، حققنا الشرطين يبقى الاجابه ماضي تام مستمر. مش ده الشرط؟ مده زمنيه او اول وما فعل طويل المدى يبقى ماضي تام مستمر. بس بعد النقط جاب لي ارقام ونتائج، خلفنا. يبقى مع الارقام والنتائج ومع الافعال اللحظيه وافعال الحاله حتى لو في مده زمنيه باخد ماضي تام بسيط، وده برضو متوقع 2026 ان شاء الله. I wish من الثلاث توائم اديتها لك وجي وراها فاعل نقط that food yesterday. yesterday الزمن الاساسي ماضي، يبقى ايه؟ هننزل ايه الانضد منه او الماضي منه ماضي تام. I got very sick ده انا تعبت من الاكل، يبقى بتمنى لو كلت الاكل ده ولا ما كلتش. ركز في المعنى، هو ماضي تام بس جاب لك مثبت ومنفي، يبقى I hadn't eaten. By the time we know it we had been flying for 6 hours. by the time before بيجي وراها الحدث الثاني ماضي بسيط يبقى arrived. وبيفور لو ما فيش وراها فاعل قلنا بيجي وراها ان جي. اللي بعده first my brother knew at a visa then he booked. وشرحت لك في الشرح قلت لك مع الكلمات الترتيبيه first و second بيجي ماضي بسيط ماضي بسيط، يبقى first my brother got a visa، لان first و second و then دول معناها الحدثين ورا بعض بدون فارق زمني. when father returned home my mother knew at dinner. اسمع الجمله دي جميله جدا. لما بابا رجع البيت ماما ايه العشاء؟ يا اما طبخت يا اما كانت لسه بتطبخ، فالاثنين صح. يا اما was making يا اما had made، الاثنين صح. الامتحان ما فيهوش A and B، فلازم يكمل يقول لك بص so everything كل شيء was ready. لو قال لي كل شيء was ready كل حاجه جاهزه كنت اقول له بقى الاجابه ايه بقى؟ had made.
هي خلصت الاول، اما هو رجع كانت هي ايه طبخت وكل حاجه جاهزه. طب لو قال لك so he gave her a hand، دخل يساعدها، يبقى لا، كانت لسه شغاله ودخل يساعدها. كابيتو اللي بعده. My brother said that he had been to Fayoum and not قارون lake. اخويا قال ان هو had been اهو ماضي تام للفيوم وايه قارون ليك وشاف. في كلمه مين هنا يا بطل؟ ان، مش ان ده حرف عطف، فالمعطوف يتبع المعطوف عليه في الاعراب والتصريف. يبقى هنا عندي تصريف ثالث فهو الانسين، تنساش الفعل اللي بعد ان يتبع اللي قبله. ولو عندي ايه خلاص اي ان جي يبقى اي ان جي، عندي تصريف ثالث تصريف ثالث، مصدر مصدر وهكذا. هنا عندي تصريف ثالث خدنا سين. I saw my friend كمال، دي اللي قلت لك برضه متوقعها لك، والله اعلم اعلم. بسم الله. I saw my friend كمال last week. I saw my friend علي last week. شفت صاحبي علي امتى؟ الاسبوع اللي فات. I know him since 2019. اقسم بالله لو الجمله دي مش موجوده كنت هاخد ايه؟ I have seen. I haven't seen. كنت اقول لك ما بشوفوش من يوم من 2019. تمام؟ اصل ايه؟ معروف ان هاف وهاز في المضارع التام مع سينس وفور بتعبر عن حاجه بدات ولسه شغاله. طيب انا لسه ينفع اقول لك انا ما بشوفوش من 2019 لغايه دلوقتي وانا قابلته الاسبوع اللي فات؟ لا. يبقى لما الاقي جمله سينس قبلها جمله في الماضي يعني بتقول لك ان في حدث حصل، ساعتها بناخد ماضي تام. والناس الاذكياء بتترجمها كالاتي: انا قابلته الاسبوع اللي فات. طيب قبل الاسبوع اللي فات ما كنتش شفته من 2019، يعني ده الحدث الاول، انا ما كنتش بقابله من 2019 لغايه لما اتقابلنا الاسبوع اللي فات، ده الحدث الثاني. تمام؟ يبقى الاجابه I hadn't seen him. سؤال عالي. اللي بعده نقط his own company، ده مصر 2021. خلاص he took on many workers. طبعا في كوما يبقى عندي كام جمله؟ 2، فالطبيعي ان انا في عندي رابط، صح؟ تمام. هنا مفيش رابط، يبقى دي قاعده حذف الروابط في الاول اللي معناها after او when. ماشي الكلام. فطبعا بترجم الجمله بالعربي، لو الرابط اساسه معلوم نحط مكانه، نشيله ونحط مكانه اي ان جي. لو اساسه مبني مجهول نشيله ونحط مكانه being تصريف ثالث او التصريف الثالث على طول. طيب ايه شركته الخاصه؟ هو وظف العديد من الموظفين. طب فايند يعني يجد، ينفع اقول لك بعد ما وجد شركته الخاصه؟ ايه لقاها في الشارع؟ لا. طب بعد ما وجد شركته الخاصه؟ لا والله مش جايه. فايه فايندينج وفاوند دول غلط. ما هي فايند الاي ان جي وفاوند ده التصريف الثالث بتاعها. في عندي بقى فاوندد وفاوندينج. فاوند اصلا يا اما تبقى الماضي من فايند يجد، او فاوند كمصدر معناها يؤسس. في ناس كتير حافظاها. فاقول لك ايه؟ بعد ما اسس شركته عين فيها ناس كتير. طب بعد ما اسس ده مبني المعلوم، يبقى نشيل الرابط ونحط اي ان جي. ده كان مصر 2021، وده بعرفك بس مستوى الامتحان بتبقى ازاي. الدنيا اللي فاهم بيحل على طول. طيب بسم الله. he had no sooner. يا جماعه no sooner واخواتها قلنا ينفع تيجي في الاول وينفع تيجي في النص، بس لو في النص تبقى ايه؟ بعد الفاعل وهاد نحط no sooner واخواتها اللي هم الاحوال دول والتصريف الثالث. اهم حاجه مع no sooner تاخد than، مع hardly و scarcely وبالي ناخد when او before. he had no sooner sat down than the phone rang. يا دوبك قاعد حتى التليفون ايه؟ رن. ده معناه ايه؟ he sat down long، قعد فتره طويله قبل ما التليفون يرن؟ لا. the phone rang immediately after he sat down. التليفون رن في الحال بعد ما قعد بالظبط. ما دي معناها يا دوبك. تمام؟ ولا he sat down because the phone was ringing، هو قعد عشان التليفون بيرن؟ لا، ده مجرد ما قعد التليفون رن. he refused to answer. لا، الإجابة letter B. نقط had I gone، ما قالش I had، قال لي had I، يعني ده inversion يا جدعان. طب كمل الجملة. when، بالله عليك مع when هاخد no sooner؟ لا no sooner معاها than، الإجابة hardly. طبعا هنبعد عن after، احنا عندنا inversion. لو قال لي I had كان قلت له after. خلاص هانت وكده ان شاء الله اهو بالظبط اخر سؤالين ولمينا بفضل الله كل افكار الماضي الايه التام في ربعايه بفضل الله. once I knew at the office I checked my mail. طب once زي after بيجي ورا الحدث الاول، يبقى once I ايه؟ I had arrived. سؤال هبل وعبيط. نقط the engine worked well. الحق بقى، بدا بمين؟ بالانجن، يبقى هنا بيتكلم عن الانجن اللي هو المحرك. فقول having checked بعد ما فحص المحرك اشتغل؟ لا. طب checked على اساس ان ده حذف الروابط، المفروض بعد ما فحص. طب ينفع استخدم حذف الروابط في المجهول ابدا التصريف الثالث؟ لا يا مستر، قلت لك حذف الروابط لازم بعد في الجمله الاولى لازم وراهم تكمله، مفيش. فالجمله تبقى having been checked بعد ما فحص. ركز، احنا قلنا في حذف الروابط او مع having او الاي ان جي والحاجات دي كلها لازم فاعل الجمله الاولى يبقى فاعل الجمله الثانيه. هنا بتكلم عن الانجن المحرك، يبقى بتكلم هنا عن المحرك. طب اقول بعد ما المحرك فحص؟ لا، فحص مبني مجهول. طب احنا قلنا لو شلنا الرابط في المجهول نبدا بالتصريف الثالث او بينج تصريف ثالث، بس لازم وراهم تكمله. هنا مفيش تكمله،
يبقى انا عايز بقى الرابط اللي هو مين having بس في المجهول having been checked. ودمتم شموعا. كده احنا خلصنا الايه بفضل الله حل الجرامر. تمام يا دكاتره؟ طب ايه رايك على طول نحل السكيلز؟ جاهزين؟ يلا بسم الله. اول سؤال في السكيلز، نقط essay is an essay that explain بيشرح، الكلمه واضحه. causes and a effect، يبقى الاجابه expository من كلمه explain يا جدعان. خلاص يبقى expository التفسيري بتاع الحقائق اللي بيشرح الايه؟ الاسباب والنتائج. ماشي. A strong topic sentence، التوبيك سنتنس المقدمه يا جدعان المقال. اول حاجه introduction اللي فيها 3 جمل، الهوك والباك جراوند والثيسز. بعد كده بنعمل البادي باراجرافز. البادي باراجرافز دول او السبورتنج باراجرافز اللي هم الباراجرافات الداعمه اللي في النص، اللي بنشرح فيهم ايه بقى؟ الاكزامبلز والايفيدنس والفاكتس. كل بادي باراجراف يتعمل له توبيك سنتنس مقدمه. فبقول لك a strong topic sentence should clearly present، لازم تقدم الباراجرافز ايه؟ example ولا emotion ولا main idea ولا conclusion؟ طبعا main idea هي التوبيك اللي في الاول، فبتقدم الفكره الرئيسيه للباراجراف اللي انا هشرحه. تمام؟ يبقى كل بادي باراجراف ليه توبيك سنتنس. اما الاساي ليه اسمه ايه؟ ليه حاجه اسمها انترودكشن اللي فيها الهوك والباك جراوند والثيسز. واخيرا كونكلوجن اللي ليها جملتين، ريستيت يعيد صياغه الثيسز وسمرايز ذا بادي. تمام؟ An expository essay usually begins، لازم يبدا بايه؟ بانترودكشن. شكرا يا عم الحاج. The نقط of an expository essay، تمام؟ essay provide facts. يا ترى ايه في الاكسبوزيتوري essay؟ هو بس بيلخبطك بايه؟ بيحط لك نوع للمقال. اي essay اي مقال، تمام؟ ايه اللي جوه المقال؟ بيقدم الفاكتس وبيدي الاكزامبلز والاكسبلانيشن. هو انا بدي حقائق وشرح وامثله في المقدمه ولا في الخاتمه ولا في البادي؟ طبعا بادي باراجرافز. overall مجملا is commonly used in the نقط paragraph. overall مجملا من الاخر يعني في الكونكلوجن. اسئله روعه. طب مين الجمله اللي معمولها punctuation؟ خلاص ده اخر سؤال. مين الجمله اللي معمولها punctuation صح؟ تاني كل شويه يجيب لك على المباشر غير مباشر. يا جماعه جمله القول في الاول اقسم بالله لازم يبقى معاها ايه؟ كوما. يبقى انا هطير I said دي letter C. هنا في كوما في كوما في كوما. نفتح علامات تنصيص، لازم علامات تنصيص اول حرف يبقى كابيتال، فهطير letter B عشان بدأ بسمول. طب why don't you come to my sister's wedding؟ المفروض sisters هنا ايه؟ wedding حفل زفاف اختي في apostrophe اسم ملكيه، ما حطش. وطبعا ندى اسم منادى، لازم قبلها كوما ونحط علامه استفهام ونقفل علامات التنصيص. طيب يبقى الاجابه الصح لتر دي اهو، كوما علامه تنصيص حرف كابيتال. why don't you come to my sister's wedding كوما يا ندى. الدنيا تمام. we are done. نختم. خلصنا الوحده السبع كلمات وجرامر وايه وسكيلز. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.